انت اللي اسمك حسنيه؟ ايوه. لقيته جوزي. خش فتشوا. فتشوا ايه؟ في حاجه ياما؟ لا يا عتريس مفيش. ما تخافيش يا وفاء. يا صناديق جوه يا فندم. الصناديق دي بتاعتك؟ ايوه يا بيه بتاعتي، فيها صابون. افتح. ايه ده؟ صابون من فوق وحشيش من تحت. حشيش ايه يا بيه؟ ايه ده؟ احنا ما نعرفش الحشيش حشيش ايه يا بيه؟ دول كانوا عند كوثر هانم، بعتتهم لي اول امبارح وقالت لي مش عايزه الصابون. اسالها، دي ست طيبه قوي يا بيه. والاوراق دي بتاعتك؟ لا يا بيه مش بتاعتي، ما اعرفش حاجه عنها. ازاي؟ ده حوافز من البنك باسمك. حافظ من البنك؟ بنك ايه يا بيه؟ ده احنا غلابه مش لاقيين ناكل. بنك ايه؟ حرام عليكم. هتروح. يا بيه الصناديق دي بتاعتي. الست كوثر هتقول لك ان الصناديق دي بتاع الصابون. انا بتاع الصابون، مالي انا ومال المخدرات. يا فندم الست دي كانت بتستعمل بيتي كمخزن ليها. انا ست طول عمري محترمه وفي حالي، فكانت بتستغل المكان المحترم ده كمكان امين لنشاطها. مش مظبوط يا ست كوثر. تعال انت وهو. ايه اقوالك؟ الهانم بتاعتنا ما كانتش تعرف اي حاجه عن الصناديق دي ولا عمرها شافتها. الست كوثر هانم كانت بتحب تدي حسنيه فلوس والسلام. وانت يا بواب؟ كان بيستناها بيه ناس بره وياخدوا منها الصناديق. ما حصلش. انا عندي عيال عايزه اربيهم يا بيه. ولما انت عايزه تربيهم ماشيه غلط ليه؟ ليه بتعض الايه اللي اتمدت لك؟ انت كدابه، والرجاله بتوعك دول كمان كدابين. اما واضحه صحيح. انا ما اعرفش حاجه عن الصناديق دي، وعمري شفتها. ما تتكلمي. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا ظلمه. مش عايز ولا كلمه. انتهت المواجهه. الورق ده عباره عن حوافظ بنوك، فلوس محطوطه باسمك بمبالغ تصل الى 10,000 جنيه. مش معقول يا بيه. 10,000 جنيه؟ ومش معقول ان صابون الدبابه اللي بتشتغلي فيه يكسب الفلوس دي كلها. يا بيه ده احنا غلابه مش لاقيين ناكل. الورق ده ما عنديش فكره عنه، لازم حد ليه غلط حطهولي. يا سلام على البجاحه. انت ما عندكيش ضمير. بس خلاص. اكتب. قررنا الافراج عن السيده كوثر انور الطايع بضمان محل اقامتها، ويتم الافراج عنها من سرايا النيابه. الحمد لله. ثانيا، تحجز المتهمه حسنيه احمد فرحان 4 أيام على ذمه التحقيق، ويراعى تجديد الحجز في الموعد القانوني. حسبي الله ونعم الوكيل فيكي. بعد الاطلاع على اوراق الدعوه وسماع المرافعه الشفهيه، حكمت المحكمه حضوريا على المتهمه حسنيه احمد فرحان بالاشغال الشاقه المؤبده. رفعت الجلسه. انا مظلومه، انا بريئه، انا مظلومه، انا بريئه. وديتني الداعية، شرعت عيالي. لازم اموتك، لازم اموتك. هو انا لسه ما رحتش في داهية. خربت بيتي، شردت عيالي، و11 عيل هيرفعوا ايديهم للسما ويدعوا عليك ليل ونهار يا كوثر. غصب عني يا روح ما بعدك روح. كنت هتحبس. عشان ما تتحبسيش اتحبس انا. تلفي لي تهمه وتشردي ولادي. صباح الخير ستانلي. صباح الخير. في ايه يا عارف؟ ساره نبيل مستني ستك تحت يا فندم. طيب انا هلبس واجيله حالا. صباح الخير يا استاذ صقر. يا صباح الخيرات. اهلا. الحمد لله على سلامتك يا ستي. الله يسلمك. كل شيء عال العال. الحمد لله. كوثر هانم ما تاخذناش لاننا ما حاولناش نعمل معاكي اي نوع من انواع الاتصال لحد ما اطمنا ان خلاص القضيه اتحكم فيها وبقينا في امان.
ايه شايفك مش مبسوطه؟ الحقيقه ما كنتش اتمنى ادخل الست دي السجن. كان نفسي يبقى في حل تاني. خطتنا ان احنا لازم نعمل حساب اليوم ده، لازم يكون في كبش فدا عشان حضرتك تطلعي زي الشعره من العجين. ما تنسيش ان قضيه زي دي بيوصل فيها الحكم احيانا للاعدام. انا صحيح نفدت من العقاب، لكن ما كنتش متصوره ان في نوع تاني من العقاب النفسي يعذبني طول الليل والنهار. يا ماما عايزك تحطي في دماغك حاجتين اتنين. اولا الأبيج، يعني المكسب المادي الخرافي، وثانيا حبل المشنقه. عندك حق. نتكلم بقى في الشغل. بيتهيألي الوقت مش مناسب، انا اعصابي تعبانه ومش قادره اتكلم في اي حاجه. لا 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 لا، انا مش عايز الموضوع ده يشدك اكتر من كده. لا يا ماما، انسي، حاولي تنسي. المساله عايزه وقت. نديكي وقت. على فكره الشنطه دي فيها 250,000 جنيه كانوا ليكي عندنا. طيب مع السلامه. لا 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 لا, لا ميرسي قوي، خلي حضرتك مستريحه، انا عارف السكه كويس. الشنطه عن اذنك. فرحانة بالفلوس. افتحي الشنطة واديهم، هتلاقيهم كتير، وحطيهم على الفلوس الكتير اللي عندك. ادي دول وحطي دول جنب دول وخليهم ينفعوكي، خليهم يجيبوا لك النور. كفايه كفايه. خير استهاني؟ خير في ايه؟ حضر العربيه، عايزه اروح بيت حسنيه. وليه بس كده يا استهاني؟ عايزه اروح لحسنيه. حاضر حاضر، بس ايه يا استهاني؟ انا هحضر العربيه. اتفضلي يا استهاني، اتفضلي. بدي انت هو بس كله ورا مستني مع استهاني. معلش سيبهم يا عارف. هيعصبوك يا استهاني. طب ابعدي بس شويه يا حبيبتي. وانت اسمك ايه؟ محسوبك يا ست هانم عتريس. هتعرفيهم ازاي بس من بعض يا استهاني؟ على رايك مش ضروري اسمائهم، انا كنت عارفه انهم 11 عيل، بس ما كنتش متصوره انهم يبقوا كتير بالشكل ده. لا كمان يا استهانم، دول عيال غير كل العيال. يعني ايه عيال غير العيال؟ احنا ناس غلابه يا ابويا. طيب انت الكبير؟ انا الكبير عتريس. انا عندي فكره عن ظروفكم. ابويا خرج ما رجعش، وامي برضو خرجت ما رجعتش. طيب انتوا مالكوش قرايب، مالكوش معارف؟ الجيران كانوا بيعطفوا علينا كده بلقمه ولا اتنين، وبعدين اول ما لقوا العمليه طولت زهقوا. طب يا عتريس خد الفلوس دي ليك ولاخواتك. فلوس انت ما رحتيش مع اخواتك تاخدي فلوس ليه؟ أنا مش عايزة فلوس. انت اسمك ايه؟ وفاء. وعندك كام سنه؟ طول. يعني كام؟ 4 سنين. طب انت ماسكه فستاني ليه؟ أصل أنا حبيتك أوي، فعايزة أجي معاكي توديني عند أمي. اوديك عند امك؟ أصل أنت مش عارفة، زمان كان فيه هنا واحدة لذيذة أوي طيبة أوي اسمها أمتي، كانت بتأكلني وتشربني تحطيني، بعدين يا ستي مشيت راحت فين الله أعلم، من ساعة ما مشيت مش عارفة آكل. كفايه كفايه. أنا سألتك أنت رايحة فين؟ انا هروح. مش أنا قلتلك تاخديني توديني عند أمي؟ طب افرضي ما لقيناهاش؟ هتبقى حاجة تحير، أقولك أستنى معاك. يعني انت عايزه تيجي معايا؟ طيب هاتها يا عارف. الله ايه الحلاوه دي؟ ده انت بقيتي زي القمر. انت اللي قمر يا بكاشه. انا مش بكاشه، انت صحيح قمر وحلوه مش بكاشه زي الست دي. طب يا حبيبتي ادخلي بقى من الباب ده، هيحطوا لك الاكل اللي انت عايزاه. ما في هنا واحد جوه حاطط ترتر، اقول لك جيب لي رز. يحط لك رز، يحط لك كل اللي انت عايزاه، وما تخافيش من حد. يلا يا حبيبتي.
اسمعي يا داد. افندم مستني. وانت مروحه هتاخدي البنت دي تعيش معاكي، هتهتمي بيها وكل مصاريفها انا هديها لك واكتر. اللي تشوفيه يستاهل. ومن وقت للتاني ابقي هاتيها لي عشان اشوفها. حاضر يستاهل. يا بنتي تعالي هنا. ايه في ايه؟ الست دي عايزه تاخدني معاها وانا مش عايزه اجي معاها. ليه يا وفاء؟ شوفي بقى لما اقولك يا اما توديني عند امي يا اما اقعد معاكي انتي. انا هنا تحت رجليكي في الحته الصغنونه دي عشان انا بحبك مش بتكشري زي الست دي. انا بكشر يا بنت. والنبي تخليني معاكي وإذا كان على الاكل انا مش هاكل غير 4 رزات بس. يا حبيبتي 4 رزات بس؟ طب خليهم 2. خلاص يا دادا روحي انتي، بس هاتيلي شوكولاته من هناك. حاضر. كمان شوكولاته في صوت القلب. حبيبتي الحمد لله. سيادتك النهارده صبحه احسن. اصل نمت امبارح كويس وصبحه جعانه بشكل. الله، انت محضر السفره عشان نفر واحد بس احنا نفرين. مين مع سيادتك يا فندم؟ وفاء. وفاء لطيفه بشكل ما تتصورش قد ايه سلتني. ما دام بتسلي سيادتك يبقى نحضر السفره نفرين. يا ست هانم. ايوه. في واحد بره عايز حضرتك اسمه صالح بيه. الله، وايه اللي جابه بدري كده؟ طيب انا جايه له حالا. اتفضلي استنى. يلا هوبا. ايوه. صباح الخير يا استاذ صقر. صباح الخير يا مصر هانم. جيت بدري شويه معلش. خير ان شاء الله، اتفضل. عمليه جديده انما خطيره. عمليه ايه؟ عمليه من عملياتنا. احنا بنشتغل في ايه يعني؟ انا تسببت في دخول واحده السجن مؤبد. ارجوك مش عايزه اسمع عنكم اي حاجه او اي عمليه انتوا بتعملوها. والله اذا كان ضميرك صحي قوي كده 2 خطوة وتعترف يا ماما وهم يصلحوا الوضع. استاذ صقر المقابله انتهت وارجوك مش عايزه اشوفك هنا تاني ولا اسمع صوت اي حد فيكم. اظن كلامي مفهوم وواضح. مع السلامه. مقابلة مش لطيفة لكن باي باي. مالك استهاني؟ مال القمر الكريم زعلان ليه؟ مفيش حاجه يا حبيبتي. هو الراجل ده كل ما يجي يعكن على سيادتك. لا كان عكنن على 50 سايو. يا حبيبتي اسمع يا معارف، لما الراجل ده يجي هنا تاني ما بتخلص عشان مش عايزين نعكن عليها تاني. ده احنا ما صدقنا سيادتك كنت صبحه كويس. هتبقى كويس. روح انت اعمل اللي في ايدك. يا بنت اسكتي. سيبها يا عارف وروح انت. حاضر استهاني. هقول لك نكته تروقك. قول يا حبيبتي. مرة واحد الساعة في قرشين اتعفص. حبيبتي تعمل ايه يا وفاء؟ وهديكي عشان ما تغلطيش. حبيبتي يا حبيبتي. طب تعالي يا وفاء. حبيبتي شوفي بقى انا جبت لك ايه. شفتي بقى؟ مبسوطة؟ مبسوطة. ربنا يخليك يا ماما يا حلوة. يا حبيبتي يا حبيبتي ربنا يخليكي انتي. يلا خدي العروسة بقى العبي بيها. ايه عارف؟ وديني الفلوس لاخوات وفاء زي ما قلت لك. والله يا فندم لما رحت لهم البيت لقيت البيت مقفول وسالت الجيران قالوا ان كل واحد منهم راح في سكه وما يعرفوش عنهم حاجه. اما غريبة. على العموم انا عملت اللي عليا ودلوقتي حضر لي العربية عشان نفسي افرح. ما تفرحيني معاك يا استهاني. وفاء اجبرتني انها تكون بنتي ومن النهارده هتكون بنت رسمي. ايه هتتبنيها يا استهاني؟ لا اكتر من كده. هديها اسمي واسم جوزي. نعم.
وسيادتك اللي توافق يا فندم؟ يا عارف انا باخد وبدي معاك في الكلام لان عندي ثقه فيك ومعاشراك اكتر من 20 سنه. حكايه وفاء دي مش عايزه اي حد يعرفها، والخدامين انا هغيرهم في بحر 3-4 اشهر. ايوه استاذ هانم، بس البنت دي بالذات بنت الست اللي دخل لها السجن. بلاش دي بالذات. اسمع يا عارف، في حد بيختار اللي بيخلفه؟ في ست بتختار المولوده اللي هي عايزه تولدها؟ طبعا لا. بس انا عندي احساس كامل ان انا خلفت البنت دي، ويمكن ربنا بعتني ليها عشان اخلصها من الحرمان اللي كانت عايشه فيه. يلا يا عارف العربيه. كان حفلة تخرج تجنن يا حضرة الظابط وضع. تعرف يا ماما وانا ماشيه في الطابور عينيا ما كانتش شايفه حد ابدا قاعد في المقصوره غيرك. بيني وبينك انا كنت قاعده اقرا القران وادعيلك، اصلك قمرك قمر ولاد الظابط. الكلام ده ما ينفعش مع الظبط والربط. لا، في ظابط يتقال له قمر من هنا ورايح. انا حضره الملازم اول وفاء نبيل المشتناوي. الله يرحمك يا بابا، كان يتمنى يشوفني في اليوم ده. الله يرحمه. يلا حبيبتي غيري هدومك عشان نتكلم. طب احنا مش هنحتفل بقى بالمناسبه دي ولا ايه؟ طبعا هنحتفل. خلاص؟ طب ايه رايك بقى نعمل حفله كبيره ونعزم فيها كل اصحابي ودفعتي اللي اتخرجوا معايا؟ عايزيني فيها كل اللي انت عايزاه، وانا هخليها لك حفله ربنا يخليكي. ماما اقدم لك الملازم اول خيريه دي بقى كانت قاعده جنبي طول السنه واحنا في كليه الضباط التخصصي. يعني كنت قاعدين على تخته واحده؟ ايه تخته واحده؟ احنا عيال صغيرين ولا ايه؟ وانتوا فاكرين كبرتوا خلاص؟ هنكبر على حضرتك يا طنط. عايزينك ترقصي لنا يا وفاء. ايه؟ ارقص؟ في ظابط يرقص؟ طب وايه يعني؟ هو الظابط مش انسان ومن حقه يفرح؟ ايوه بس دلوقتي الظروف اتغيرت. ايه الظروف دي؟ يلا. اهدي يا استاذ هانم، اهدي. بيقولوا ما دام الدكتور الكبير ده جه ان شاء الله كل شيء هيبقى تمام. بنتي اللي ماليش غيرها في الدنيا. جيب العقل سليمه يا رب. يا رب. حضرتك كوثر هانم والدة المريضة؟ ايوه خير يا دكتور. للأسف الشديد بنتك عندها فشل كلوي مزمن يقتضي سرعة نقل الكلية. نقل كلية؟ نجيب كلية، نجيب 2، نجيب 3. المسألة مش بالبساطة دي يا هانم. الكلية اللي محتاجاها بنتك كلية بني آدم، ودي ما بتكتبش في روشتة وتيجي من أجزخانة، دي بتتاخد من جسم بني آدم سليم. طب الحل إيه؟ هنعمل التحاليل والفحوصات اللازمة ونشوف نوع الكلية. لا يا هانم، لازم تتمالكي أعصابك، المشوار لسه طويل. لازم بنت حضرتك تشوفك في حالة نفسية كويسة، لأن ده قطعا هينعكس عليها. المهم دلوقتي في الكلية. بالظبط كده، نشوف دلوقتي هنجيب الكلية منين. خدوها مني أنا طبعا. أيوة لكن إيه؟ كبيرة في السن. مش بس كده، دي عملية كبيرة ومجهدة جدا. صحيح الإنسان ممكن يعيش بكلية واحدة، لكن مع كبر السن أعتقد العملية دي صعبة عليكي. أنت بتقول إيه يا دكتور؟ أنت بتتكلم على بنتي، أعز حاجة عندي. أنا من غيرها ماليش وجود، حياتي كلها ملهاش قيمة. أرجوك يا دكتور ابتدأ من التحاليل. مساء الخير. مساء الخير يا دكتور. إيه أخبار المريضة بتاعتي؟ ما بتبطلش عياط يا دكتور. لا وفاء، عايزك تبقى أقوى من كده. بقول لك إيه؟ أنا المرضى بتوعي خصوصا اللي بيقضوا معايا مدة طويلة أنا برفع التكليف بيني وبينهم. بهدوء كده. إيه اللي مضايقك؟ غسيل الكلى يا دكتور 14 ساعة في الأسبوع مرتين. وإيه تاني؟ ده كل شوية في عز شبابها يا دكتور وتتعذب العذاب ده كله. شوف يا وفاء، انت قطعا في وضع احسن من اللي يبقى ماشي في الشارع وتنزل على نافوخ طوبه تجيب اجله في دقيقه واحده. انت بقى احسن ولا بتاع بطوبه؟ ها
ها؟ اخيرا ابتسمتي؟ امشي انا بقى. تصبحوا على خير. مع السلامه. جميع تحاليل الفحوص اثبتت تطابق كامل، يعني اقدر اقول لك لما ناخد كليه من حضرتك ننقلها لجسم وفاء الجسم هيتقبلها ان شاء الله مش هينفذها. خبر عظيم يا دكتور. اللي مش مريحني انا بقى شخصيا يا كوثر هانم صحة حضرتك العامة من خلال الفحوص والتحاليل برضه قد لا تحتمل عملية زي دي. صحتي تساوي ايه قدام صحة بنتي؟ انت عاجبك منظرها ده؟ البنت اللي زي القمر اللي كلها نشاط وحيوية وفي احلى سنين عمرها يجرى لها كده؟ ان شاء الله لو دورنا هنلاقي حل تاني هستنى شهر ولا 2؟ هستنى لسه تعمل تحاليل تنجح او ما تنجحش؟ عايزني اشحت كليه لبنتي يجي واحد يوافق وتاني يوم يقول لي لا؟ ارجوك يا دكتور، ارجوك، الكليه هتتاخد مني انا. يا كوثر هانم واجبي ان انا احذرك، اولا سنك وبعدين حالتك الصحيه لا تسمح. دكتور يحيى، انا حياتي كلها ما تسواش يوم واحد تعيش بنت سعيده، يوم واحد تعيش طبيعيه زي اي بنت في سنها. دكتور يحيى، خد الكليه، خد ال2، خد دمي، خد قلبي، خد كل نبضه فيا، بس بنتي تعيش. ارجوك يا دكتور، وبعد كده مش هطلب حاجه ابدا. هدعي من ربنا اني اعيش 10 دقايق بعد العمليه عشان اطمن انها نجحت وبنتي عاشت، وبعد كده ما عنديش مانع استقبل الموت بصدر رحب. كوثر هانم، انا بقالي 20 سنه جراح، شفت مواقف انسانيه ملهاش اول ولا اخر، لكن صدقيني انا عمري ما اتحطيت في موقف مؤثر بالشكل ده. ربنا معانا ان شاء الله. بس ليا رجاء عندك يا دكتور، مش عايزه وفاء تعرف انها هتاخد الكليه بتاعتي، لانها مش هتوافق. ازيك يا وفاء؟ فين اللي هيديني الكليه بتاعته؟ حالا هيدخل دلوقتي. كان نفسي اشوفه عشان اشكره. اي مبلغ هياخده قليل قصاد التضحيه اللي هيقدمها دي. وفاء، عارفه اسمه بالكامل؟ وفاء. وفاء ايه؟ نبيل. عارفه اسم ماما؟ وفاء. وفاء. العملية هتاخد قد ايه يا دكتور؟ حوالي 4-5 ساعات. نفسي اغمض عيني وافتحها الاقي وفاء كويسة ان شاء الله. ماما انت ازيك دلوقتي؟ الحمد لله. دكتور، نعم. انا فتحت عينيا لقيت ماما نايمه على السرير، وبعدين بيدوها زي ما باخد بالظبط، زي المحلول اللي باخده ده. ها؟ مامتك يا ستي هي اللي ادت لك الكلمه. ليه كده يا دكتور؟ اولا لانكم انتوا الاثنين هتمروا بمراحل علاجيه زي بعض تماما. ثانيا مسيرها كده ولا كده هتعرف. اعتقد دي مسائل مش تستخباش، ولا ايه يا وفاء؟ ليه عملتي كده؟ ليه عملتي كده يا ماما؟ هي الكلية بتغلى عليك يا حبيبتي. حبيبتي يا ماما، ربنا يقومك بالسلامة. ما تتحركيش يا حبيبتي. انت اللي ما تتحركيش. ربنا ما يحرمنيش منك ابدا. ما يحرمنيش منك يا حبيبتي. صباح الخير. اهلا، صباح النور.
لله، ده انت بقيتي عال عال اهو. البركه فيك يا دكتور. يا ستي انا ما عملتش اي حاجه. ليه التواضع ده؟ على فكره انا ما كنتش عارفه ان اللي عمل لي العمليه من احسن الدكاتره اللي في مصر. يا ستي انت مش جراح شاطر وبس، لا ده انت كمان بتعرف ازاي تحط المرضى بتوعك في ظروف نفسيه تخليهم ايه؟ تخليهم ايه يا وفاء؟ تخليهم يبقوا دايما مستنيينك تيجي تشوفهم. كل العيانين؟ طبعا كل العيانين. انت ما سالتش على ماما ليه؟ شفتها تحت في الجنينه يا ستي. قولي لي انت ما زلتيش تتمشي معاها ليه؟ عشان انا قاعده مستنيه الدكتور بتاعي لما يجي يشوفني الاول. دكتور نعم. لو سمحت احنا جاهزين. انا جاي حالا. على فكره احنا هنخرج بكره. انا عارف. السلامه ان شاء الله. الله يسلمك. الحق العيان بتاعك. اوكي. بس زمانه قلق. ها؟ اوكي. ايه؟ انت مستنيه حاجه؟ لا ابدا يا ماما مفيش حاجه. خلاص الشنط نزلت؟ الشنط نزلت. انت عايزه تقعدي ولا ايه؟ لا ابدا يا ماما يلا. كويس اني لحقتكم. صباح الخير يا كوثر هانم. اهلا وسهلا. صباح الخير يا وفاء. صباح النور يا دكتور. كوثر هانم عايز اتكلم مع حضرتك في موضوع. اتفضل. اتفضلي يا فندم. اتفضلي يا وفاء. كوثر هانم انا طالب القرب منك. يعني الحقيقه انا اتفاجئت. ارجو انها تكون مفاجاه ساره. اكيد احنا ما نقدرش ننسى افضل. افضلي يا كوثر هانم، انا ما عملتش اي حاجه. على العموم ما دام متفقين خلاص. مين ومين اللي متفقين؟ حضرتك وفاء. انا ما اتفقتش مع وفاء. دي اول مره تسمع مني الكلام ده. يعني انت بتطلبها من غير ما تتكلم معاها؟ انا رايي يا كوثر هانم ان انا ادخل البيت من بابه. حضرتك تساليها يا توافق يا ترفض. خلاص ادي الجمال وادي الجمال. ايه رايك يا وفاء؟ كوثر هانم انا افضل السؤال يكون بينك وبينها. عندك حق. على العموم احنا مش هنلاقي احسن منك. لا اعتبر ده تاثير على وفاء ولا ايه؟ ماما العربيه مش مستنيه تحت. مش يلا بقى؟ اتفضلي. يلا اتفضلي. خش قدامي يا باشا رمضان، ما تقولش انك عسكري. خش قدامي. ايه في ايه؟ البيت مأمور قال لي ودي الواد المشبوه ده عند حضرة الضابط وفاء. طيب سيبه. فادي. اسمك ايه؟ عتريس. عتريس؟ ايوه عتريس. امال هيسموا الحرامي ايه؟ عبد الحليم حافظ. اتكلم عادل. انت فاهم؟ يا حامش انت. دلوقتي اتاكدت اني بظابط بحاله حقيقي. انت هتتكلم عادل ولا هم رقعنا بالسبب؟ مش قوي كده حضرة الظابط. اللي على فكره اقول لك حضرة الظابط ولا ظابط هاني؟ اخلص خالص. عليا النعمه اخرس دي بتاعت لواء. يا واد بلاش لماضه. ولما اسالك سؤال ترد على قد السؤال وبس لو معورك. بالراحه يا مدام على نفسك لا تكوني حامل. والنرفزه والعصبيه خطر على الجنين. ربنا يقومك بالسلامه انت واللي زيك يا اختي. احترم نفسك يا عتريس وكان كويس. ما بحبش ضرب بالايد. سماح. جايبينك هنا ليه؟ كل ما تحصل سرقه في دايره الكراكون يسحبوني. مع ان اللي اتسرق امبارح تحف ومجوهرات انا ما بشتغلش فيها. انا شغلتي لا مؤاخذه فيديو، تلفزيون، استيريو هاي فاي، انما التحف والمجوهرات دي مش شغلتي. وباعها بالرخيص بتخم فيها لا مؤاخذه. طيب انت بتسرق ليه؟ هوايه. مش بيقولوا عندكم ان العروسه تهوى التطريز وثقافتها الفرنسيه؟ انا اهوى السرقه وثقافتي الاميه. انت هترجع تتكلم عوج تاني؟ امال اقول لك ايه؟ انا بسرق عشان اهلي ما ربونيش. بسرق عشان الماما. شويه الريحه اللي حضرتك حطاهم دولت يوكلوا عيله اسبوع بحاله. انت مالكش دعوه بيا وخليك في نفسك. اشمعنى انتوا بتاخدوا بالكم من نفسكم؟ خدوا بالكم مننا احنا كمان. احنا بني ادمين لحم ودم. بنجوع وبنعي. المجتمع مفتوح للعمل الشريف. ما تبصش لغيرك. اشتغل وانت ممكن تبقى احسن مني. انا ما عنديش فرصه ابقى مش حرامي. مش عارفه مصدقاك ليه؟ عشان بتكلم من قلبي. وعشان نص الحراميه مش عايزين يبقوا حراميه. انت سرقت امبارح؟ ما سرقتش لسبب بسيط. اتفضلي. ايه ده؟ جواب من مستشفى النيل. لسه خارج الصبح الساعه 12 وانا داخل الحرس تلقفوني. قعدت في المستشفى 4 ايام. مكتوب عندك في الجواب. كنت عيان؟ امال كنت بتفسح.
قالوا لي عندك لحميه في مناخيرك، عملتها حجه ودخلت المستشفى، منها اعمل عمليه اللحميه ومنها اكل العيانين. انت عملت اللحميه دي؟ استناني هنا. تمام يا فندم. تمام يا فندم. مش عيب تعمل تحيه لواحده ست؟ اسكت يا عتريس، ما توديناش في داهيه. افعالكم دي اللي جايبانا ورا، اوعى ناس ايدك. انا بتهيألي يا فندم ان سرقه امبارح بالذات هو ملوش دخل بيها. ايوه بس ما يغركيش انه ما سرقش امبارح. ده ولد شقي ومتعب ومقرف. المهم هتعملي ايه وياه؟ والله يا فندم انا بتهيألي انه ممكن اصلاحه. تبقى عملت فيه وفينا خدمه كبيره قوي. ده عارف المباحث، يا دوبك يخرج من قضيه شهر ولا شهرين ونرجع نقبض عليه في قضيه تانيه. انا هبذل كل جهد يا فندم عشان احول مجرم زي ده لمواطن صالح. يا ريت تنجحي في ده. طيب يا فندم انا همشيه دلوقتي وان شاء الله ربنا يسهل وما ارجعش متهم هنا تاني. ما تتعشميش قوي كده، مش بالسهوله دي. ربنا يسهل يا فندم. عن اذنك. مع السلامه. روح يا عتريس. سيبه عسكري. مش فاهم. ايه مش عايز تروح؟ الله، مفيش حجز 5 ايام ولا ضرب على البتاع؟ لا مفيش. مع السلامة. كمان مع السلامة؟ أنا مش مصدق نفسي، نزل إيدك. ودي يا باشا يا باشا أنا بسألك، باكل بغاشة أأكلك. يا ودي يا باشا باشا يا باشا أنا بسألك، باكل بغاشة أأكلك. الله التورتايه دي حلوه قوي، جايبينها منين؟ من الفانيرو، من عند سيد السمدوني. وانا تحت الطلب ما اقدرش ابدا ازعلك، اما العزول والحبدون، اما العزول. رأيي بقى تسيبك من حكايه الشغل دي، مش كده؟ ليه؟ انت مش اغلب الوقت بتشتغل؟ هقعد في البيت اعمل ايه؟ يا ودي يا باشا يا باشا انا بسألك، باكل مغاشة اكلك. يا ودي يا باشا يا باشا انا بسألك، باكل مغاشة اكلك. على العموم قريب قوي قوي هيبقى في اللي يشغلك. انا تحت الطلب ما اقدرش ابدا ازعلك، ازعلك 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 ازعلك. واد يا حرامي، واد يا اخويا. ايه؟ واد ايه؟ بقاسك بتاكل ببنت. بنت ده ايه؟ اهو احطه في عينك، اوعى. جبت ولاد منين؟ ما كنتش هنا، هجيبه منين؟ هجيبه من الرجل يعني؟ ما انت واكل بالاربع ولاد قبل كده. جري يا زكي، حرام الغسيل. اخوانا بتخوني يا زكي. تعالى حامل. ايوه جاي. 8 سكر على فندم وعايز منك 10 جنيه. بتاعت يا اخويا. اعرف عشان بتخوني يا زكي، حرام الغسيل. طب خلاص مش هخونك تاني، مش هخونك. اتفضل. مش انا واكل قدامك بالولد. 10 واحده. اتفضل يا اخويا، عيلك اهو. يبقى الاربع ولاد خلصوا طبعا. واد. لا استنى بقى. الحكومة هنا! الحكومة هنا! وسع غيرها انت اهو. اتفضل يا فندم. اهلا 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 حضرتك الظابط هانم. احترم نفسك يا واد. تعزين قوي الحكومه يا زكي. 24 ساعه ما لحقتش تمر وجت حظ ظابط الجرجرني مش ساعه. اتفضل يا فندم، جايب له البوري. ما باكلش سمك. البوري يا فندم مش السمك ده، البوري ده كرسي المعسل. لذيذه قوي، اخر اموريه. امشي قدامي يا واد. على فين يا فندم؟ امشي قدامي. هيكون على فين؟ على السيما؟ لما الفيلم اللي فات ده وحش قوي، بايخ ما بيضحكش. امشي قدامي. دور عسكري. على اذنك يا زكي. زكي حرام الغسيل. السلام عليكم يا زكي عبد الحميد. خلي بالك معايا يا ولد. خلي بالك انا زكي جاي لك. ما تسرقش
تسرقش يا زكي. معايا ولد تقول لي ما تسرقش. انا عايز افهم انتوا جايبيني هنا ليه؟ ده ما سرقتش. الله، انتوا عايزين تلبسوني تهمه. مفيش حريه في البلد على ان نروح للمعارضه تسلط عليهم. اوعى تفتكر ان انا ممكن اتهاوش. بلاش الحركات دي معايا. اهدى كده اقعد عشان نعرف نتكلم. اقعد. اقعد فين؟ على الكرسي ده؟ ايوه. قدام حضرتك؟ ايوه. خلاص اقعد. تشرب ايه؟ بيبس. بيبس؟ شاي. خليني نجيب شاي لعتريس. شوفي، قاعدين على كرسي تجيبي لي شاي، مش هقر على حد، يعني مش هقر على حد. وانا مش عايزاك تقر على حد، مش ده اللي انا عايزاه منك. هات من الاخر، عايزه مني ايه؟ عايزاك ما تبقاش حرامي يا عتريس. انا رئيس مؤسسه الدواجن. الشاي يا فندم. للاخ عتريس. ازيك يا جماعه؟ حلو الاخ عتريس. شوف يا عتريس، كل واحد فينا جواه الخير والشر، الحلو والوحش. احنا بقى عايزين نسك على الوحش، يعني بالبلدي كده عايزين نبقى نضاف وحلوين قوي. ايه رايك يا عتريس؟ طب وايه لازمتها قلبة الدماغ دي؟ عشان انا عايزاك تبقى كويس. طب انا عايز صورة. ادي علبه سجاير اهي، ولو ان السجاير دي مضره على صحتك يا عتريس. حضرتك بتعامليني كأني الغالي. انا متاكده انك بني ادم، وبني ادم كويس قوي. انا عايزاك تعتبرني زي اختك يا عتريس. لا انا في عرضك، الكلام ده كبير عليا قوي. انا مش هم. وفيها ايه لما ابقى زي اختك؟ فيها حاجات كتير. انا متعود منكم على الضرب على السجن، انما عايز تفهميني ان ضابط بوليس يقول لواحد حرامي انا زي اختك؟ لا، ده كتير قوي كتير. انا ما ارضاهالكيش الحكايه دي. مالك يا عتريس؟ انا عايز امشي، ما كانش في امر بالقبض عليا. لا، مفيش امر بالقبض عليك ولا حاجه، وتقدر تمشي وقت ما انت عايز. انا حاسس ان انا كان ممكن ابقى كويس، بس خايف يكون القطر فاتني. لا، لسه القطر ما فاتكش. هتيجي بكره يا عتريس، هفضي لك نفسي. ربنا يخليك يا فندم. هتيجي لوحدك. حاجه يا فندم. مالك يا وفاء؟ سرحانه في ايه؟ في موضوع شغلك؟ ايه؟ واد حرامي عايزين نخليه مواطن صالح. لا برافو، ينفع شعار كويس. يعني ايه؟ يعني يا وفاء الواقع العملي بيقول ان الحرامي هيفضل طول عمره حرام، والخاين هيفضل طول عمره خاين. ايوه، بس واجب المجتمع ان يعالجهم ويخليهم مواطنين صالحين. شوف يا وفاء، انا رايي كجراح ان العضو الفاسد في الجسم يجب بتره فورا، والعلاج السليم في الحاله دي هو بتر هذا المنحرف. تعالي. طب وافرض بقى ان ظروف الحرامي ده اجبرته على كده. ظروفه دي شماعه بيعلي عليها اخطائه يا وفاء. انا مش ممكن اتصور ابدا ان في انسان معدوم الضمير والانسانيه يهجم على ناس بالليل وهم نايمين عشان يسرقهم. مش يمكن مش لاقي ياكل؟ غير صحيح، مفيش حد ما بيلاقيش ياكل يا وفاء. يا اخي ده ربنا رحيم. يا وفاء انت عايز تقنعيني ان واحده زيك متربيه وعلى خلق وعلى قيم زيها مثلا زي واحده امها حراميه او تاجره مخدرات؟ طب وذنبه ايه اللي طلع لها امه حراميه او تاجره مخدرات؟ ما هو لو المجتمع بقى بطر الاشكال دي وعاملهم بمنتهى القسوه، هيجي الوقت اللي هيقل فيه اللي امهاتهم حراميه وابهاتهم تجار مخدرات. مش يمكن تكون غلطان يا يحيى؟ لا، انا على صح لغايه غيري ما يثبت لي ان انا على خطا. يبقى خلاص اتفقنا. على ايه؟ على ان الحرامي ممكن يتصلح وما يبقاش حرامي. يا روح قلبي يا روح قلبي يا حياتي، انت بتحلمي. هثبت لك بقى اني ما بحلمش. ما هو على ما تثبتي لي بقى تعال ما قلت اجي فين؟ حلوه دي كمان، حلوه. مساء الخير. كوثر هانم، مش معقول. ازاي صحة حضرتك؟ انت مش فاكراني ولا ايه؟ انا صقر. اهلا يا استاذ صقر. خدي يا حبيبتي، روحي انت ادفعي دول. اوكي. بنت حضرتك؟
ايوه. ما شاء الله ما شاء الله. انت اتجوزتي ولا ايه؟ ما انت عارف ان انا كنت متجوزه. لا بس معلوماتنا انك ما خلفتيش قبل ما جوزك يتوفى. المهم ازيك انت؟ والله هي ماشيه، غلطت غلطه كده ودخلت السجن. وطي صوتك. بس صراحه اهني حضرتك على بنت حضرتك. مش بنت حضرتك برضه؟ ايوه بنتي، ما انا قلت لك. ما شاء الله. واخبار الارانب ايه يا ماما؟ الحمد لله مستوره. خلاص يا ماما دفعت. مش تعرفينا ببنت حضرتك؟ بنتي وفاء، الاستاذ صقر صديق قديم. اهلا وسهلا. على كده حضرتك بقى كنت صاحب المرحوم بابا؟ لا والله في الحقيقه طبعا كان صديقي جدا. نستأذن بقى. انا كنت عايز افوت على حضرتك عشان نتكلم كلمتين. بس اصل انت حضرتك تتفضل تشرف في اي وقت. ميرسي قوي. ايه حكايه بنتها دي؟ جت امتى وازاي؟ ما تركبش. بقول لك يا عتريس، عايز ازكي الواد شرابي الهجام بتاع السبتيه. ماله؟ عايزك في شغلانه سوق كده. وده عايز ايه؟ شغلانه سوق الله، بس مش في منطقتنا. واحنا ايه اللي هيحضرنا بره منطقتنا؟ الله هي جت كده بقى. جت كده ازاي يعني؟ مالك يا زكي؟ ايه ده انت بتبحلق زي اختك ليه؟ بص مالك يا زكي؟ بص وراك. بص ورايا ليه؟ يا جدع بص وراك. اوعى تكون حدين على قفايا. ايديا ايه؟ بص وراك. اهلا حظبت. ده كلام رجاله، انت مش قلت انك هتيجي؟ انا حرامي وهو في حرامي له كلمه؟ الظاهر ان سياسه الذوق مش هتنفع معاك. هاتوا عسكري. حاضر يا فندم. يلا بعد اذنك يا زكي، بس سلم لي بقى على شرابي. شرابي مين؟ مش كان شراب اجدع. ازيك يا عم حنفي؟ ازيك يا اخويا؟ ازيك يا محمود؟ في الزوم في الزوم. ما انا امبارح قعدت. امبارح حاجه والنهارده حاجه. كنت فاهمه انك بني ادم كويس. ايه هتعملي ايه؟ هتلبسيني قضيه عليا النعمه افتح نفسي في عشقه، اروح فيكم في داهيه، اروح للمعاطى اتصلبط عليها. خلاص خلصت شويه بتوعك؟ خلصت. انا بقى هحكي في المحضر ده ان انا فشلت في اصلاح الحرامي عتريس، وخليك بقى مقيد خطر. حضرتك واخده المسائل جد قوي ومعايا انا بالذات. عشان انا كنت فاهمه انك ممكن تبقى بني ادم كويس. ما انا لما بشوف حضرتك ببقى كويس، امشي الاقي نفسي اتقلبت. الظاهر انا شخصيتي مش حاجه. انت بالنسبه لي تحدي، وانا رايي اللي متمسكه بيه ان انت واللي زيك ممكن جدا تبقوا كويسين. فهمت؟ ما فهمتش، بس عليا نعمه انا ما عايز اكسفك، واللي تقولي لي عليه هعمله. يا عتريس. عايز بيبس. ما انا لسه هسالك تشرب ايه؟ بيبس. بيبس ولا شاي؟ شاي. ايه الحكايه؟ صاحبك اتاخر يعني، طول قوي مع الولايه. حكومه بقى يا نوره، ربنا يجعل كلامنا خفيف عليها. والحكومه دي عايزه منه ايه؟ علمك يا نوره. الكوارع هتبرد. بيسخنيها واشربي بقى يا رزق. يا فرحتي يا اخويا، ادي اللي بيجيلنا من الحكومه، نفضل نسخن. احنا يا جدع عايزين نرشد استهلاك البوتاجاز. ديك الكهرباء يا منوره. كلت؟ الحمد لله، اكل جميل. اول مره اكل في مكتب ظابط. ربنا يجعل مكاتب الحكومه عمار يا رب. فراخ بلدي مش كده؟ دلوقتي انت قلت لي بتسرق ازاي، لكن لسه ما حكيتليش ايه اللي خلاك تسرق. شوف يا ست الظابط بيه، انا كنت عايش مع اب وام والامور كانت ماشيه. صحيح كنا فقراء انما كانت ماشيه، وابويا كان دايما يشتكي من قله اللي في ايده. عيال كتير بقى. كنتوا كام عيل؟ انت فاجئتيني بالسؤال. كنا كام عيل؟ والله ما انا فاكر. كنا زينب وقربول، كنا حوالي 11 عيل 12 عيل، بس انا كنت اكبرهم عشان كنت اطولهم. المهم بقى من غير كلام ولا حديد، هوب ما لقيناش ابويا في وسطينا. مات؟ فص ملح وداب. راح فين؟ الله اعلم. المهم في امي، الست دي عمري ما شفتها نايمه، ولا عمري شفتها بتاكل. كل الوقت بتشتغل عشان تجيب لنا لقمه العيش بالعافيه، ولما تجيبها ما تدوقهاش عشان توفرها لنا. غريبه.
اول مره اسمع تعبير زي ده. ده انا غلبان. انا بقول كل اللي حاسس بيه، بدبها كده تطلع كده. بس برضه ما قلتليش يا عتريس ايه اللي خلاك تسرق؟ اصبري، التقل ورا. هم ما لقاش شغل. اختفت هي كمان؟ يا ريت. امال؟ راحت السجن. ليه؟ اصلها كانت بتشتغل في المخدرات. انت مش لسه بتقول انكم ما كنتوش لاقيين تاكلوا؟ ما هو ده اللي مجنني. تشتغل في المخدرات ازاي واحنا على الحال ده؟ طبعا عمرها ما اشتغلت في المخدرات، لكن الناس ما عندهاش ضمير لبسوها التهمه. مين الناس دول؟ وليه هم بالذات؟ الله اعلم. انا مش قادره اتصور ان في ناس ما عندهاش ضمير بالشكل ده. ازاي حد ممكن يقدر ينام وهو ظالم بريء؟ المهم انت عملت ايه؟ انا كنت اياميها بشتغل صبي ميكانيكي وفي رقبتي 11 ولا 12 عيل. ماشي؟ ما يسيبونيش في حالي. الاقي الاسطى ما يندهليش الا تعالى يا ابن بتاعت الحشيش، روح يا ابن بتاعت الحشيش. الله، ده امي غلبانه وانا باخد ملاليم، ما تسيبني في حالي يا اسطى. بس ايه؟ مره جاي متعكنن، سخنت ضربته بالشكمان في نافوخه. بس قضيت احداث بسيطه، خرجت لقيتها فركيشه. قبل كده كان في بنت تاهت، بعد شويه واد راح، خرجت ما لقيتش حد. اخيرا عتلت في اخ وحيد يمكن هو اللي نفع، دبلوم تجاره. طب والباقيين؟ اتفضل يا فندم. اهلا يا يحيى، اهلا. ايه المفاجاه الحلوه دي؟ ابدا، لقيتك اتاخرت زياده عن اللزوم والتليفون بتاعك ده مشغول على طول على طول. الساعه 5 معلش، هو الوقت سرقنا بقى معلش. انا ما بسرقش حاجه. انا اسرق تلفزيون فيديو ستيريو هاي فاي، انما وقت انا ما سرقتوش يا فندم. الدكتور يحيى جوزي. اهلا سعاده باشا، اهلا بايدك يا باشا، خدها. ده بقى يحيى اللي كنت كلمتك عنه، ده بقى عتريس عبد الحفيظ الحرامي. مش عبد الحفيظ الحرامي، انا اللي حرامي. بس انا بقول لحضرتك اسمي بالكامل. ابويا ما عملش حاجه، انما الذوق في اسمه الحرامي. انت رغاي زياده عن اللزوم. فعلا رغاي. هات الكرسي يا يحيى. اتفضل يا فندم، اتفضل يا فندم، اتفضل. اتفضل يا فندم. هي ابويا ما بتطلعش من هدومي، ما طلعتش من هدومي، انما يمكن تطلع في هدوم سعادتك. كرسي البيت يا باشا محمود. لسه قدامك شغل يا وفاء؟ لا خلاص انا خلصت يا يحيى. طيب بنكمل بكره ان شاء الله يا عتريس. طبعا خلصت. الساعه 10 الاقيك هنا. قبل الميعاد يا فندم. السلام عليكم يا سعاده باشا. روحت. اهلا يا فندم. رايح فين يا؟ سيبه يا محمود. قلت لك سيبه يا محمود. حد الظابط مش هتاخد بالها، انت اللي هتاخد بالك يا محمود. انتوا اللي جايبيننا ورا يا محمود. ازيك يا اخويا استعوقك؟ راح لك على القلب. احسن، عشان يخلي لنا الجو وخد لي تصوير. مش كده يا عتريس؟ الله، ما تبرقليش يا نوره، ما تبرقليش يا اختي. امال بتاكليني كوارع ليه؟ مش عشان ابقى كويس. يا حبيبتي انا قلبي عليك انت، قاعده مع واد مجرم حرامي سوابق، بتضيعي وقتك وقت الحكومه في مسائل ما منهاش فايده. بس الواد ده هيجي منه نتيجه يا يحيى. يا حبيبتي انا مش بكسر لك مقاديفي، بس كل الاساليب اللي من النوع ده ما افتكرش نجحت يا وفاء. بص بقى، انا اللي بيعجبني فيك انك متمسك بوجهه نظرك، انا كمان يا سيدي متمسكه بوجهه نظري كده اهو. لتنظيم الاسره. نورمينس حديد حبوب تؤخذ بالفم. نورمينس حديد حبوب يوميه. لا تتردد في وصف نورمينست للسيدة التي تلائمها، فهي متوفرة الآن في جميع الصيدليات. نورمينست حديد من أسرة المستقبل. سيب مراتك تعمل في امك كده، ده طبخ خفيف يا محمود، وبتاخد كام انت يعني في الشهر؟ كويس انك جيت في ميعادك يا عتريس. صباح الخير. ايه في النبي؟ المواعيد يا فندم عند الحراميه مظبوطه جدا. ليه بقى؟ احنا يا هجامين بنحدد ساعة الصفر، بنعمل دراسة. في الوقت الفلاني هيكونوا أهل البيت مش في البيت نايمين، ويكون عسكري الدورية مش في الحتة، وكل العربية اللي هتشيل بضاعة وصلت، وأي غلط في المواعيد يبوظ العملية على طول. أصلا يا حرامية مفيش حد بيتولد حرامي، الناس كلها بتتولد كويسة. الظروف والناس هي اللي بتحول البني آدم لمجرم أو لشريف، فهمت؟ ما فهمتش. على فكرة أنت نبيه، بيتهيألي لو لقيت لك شغلانة كويسة تاكل منها لقمة عيش مش هيبقى في عندك سبب تسرق. تحب تشتغل ايه؟ وزير الخزانة في الأرجنتين. اشمعنى الأرجنتين؟ عشان ألعب كورة مع مارادونا. يا عتريس اتكلم جد. يا حضرة الظابط أي شغلانة تاكل عيش. ايه رأيك في كشك سجاير؟ تجيبي فيه شوكولاتة وحاجات ساقعة ومناديل ورق.
طب وده هجيب له فلوس منين؟ انت مالكش دعوه بالفلوس، الحكومه هي اللي هتدفع لك الاول عشان تبتدي تشتغل. طب والكشك ده امتى ان شاء الله؟ ده انا هبتدي من بكره ان شاء الله في التصاريح والاجراءات، وفي خلال 15 يوم كل شيء يكون منتهي. ربنا يسمع منك ويخليك ويسترها معاك ويقدرني يا رب ارد جميلك انا والحراميه يا رب. انت والايه؟ انا والقهوجيه. انا دي مش عايزه اسمعها مره ثانيه ابدا. حاضر. فاهم؟ خد. ايه دول يا فندم؟ دول 50 جنيه سلف مني، تبقى ترجعهم لي لما الحال يمشي معاك. خد. وبقى فوت عليا بعد يومين 3 عشان تعرف الاخبار اول باول. يلا يا عتريس. ربنا يخليكي، ربنا يسترها معاكي. على فكره انا اول مره في حياتي ادعي لحد، مش عارف ربنا هيقبل مني ولا لا. ان شاء الله هيقبل منك، خصوصا لما تبقى صادق في التوبه. مش حضرتك سعر ليه؟ حضرتك بنت كوثر هانم. مظبوط. اهلا. هات النقطة يا سارة. نقطة ايه؟ سارة عنده سنة مراقبة في الاسم بعد ما خرج من السجن. هو حضرتك ظابط هنا ولا ايه؟ اهلا اهلا. ظروف سعيدة خالص. مش عايز نرفزه بقى يا نوره وكملي هرش في ظهري. انت اللي كلامك غريب قوي يا عتريس. بدل ما تفرحي لي افرح لك انك هتسيب شغلك واكل عيشك. اكل عيش ده اكل سحت، اكل حرام. ايه ده؟ انت جرالك ايه؟ ما كنت عال. كنت عال ابقى حرامي يا اختي زكي، حرام الغسيل. احنا هننبخ يا عتريس. اعمل لك ايه بس يا نوره؟ المفروض تفرحي ان خطيبك واد مجدع هياكلك من عرق جبينه. وان شاء الله هتعمل لي شقه من عرق جبينك. هعمل لك بيت اخر هنا. موت يا حمار يا عتريس. بلاش تكسير المقادير ده يا نوره. الله، في واحده في الدنيا تزعل ان خطيبها هيبطل سرقه؟ فكري في اليوم اللي ياخدوني فيه اتقفش، ياخدوني من الدار للنار. وبتفكر ليه في البلد قبل وقوع؟ ما لازم افكر في اليوم ده يا نوره. لا، الكلام ده مش كلامك، ده كلام الست الظابط، هي اللي قلبت مخك. الواد زكي الحرام هو اللي قال لك؟ هو في حاجه بتستخبى؟ مالك بتبرقلي كده ليه يا نوره؟ امال عايزني اسبل لك عينيا؟ يعني من شطارتك قوي. ما تبرقليش يا نوره، انا برق ل10 زيك اهو. معاك حق تبرقلي، برقلي. صباح الخير يا حضرة الظابط وفاء. ازاي حضرتك وازاي كوثر هانم؟ ممكن ما تجيبش اسم والدتي هنا خالص؟ ممكن، بس انا جبت سيرتها بحاجه بطاله لا سمح الله. ايه اللي دخلك مكتبي هنا؟ جيت اصبح. طيب ممكن ما تبقاش تيجي تصبح وما تبقاش تيجي هنا خالص؟ قوي قوي. حاضر يا حضرة الظابط. مع السلامة. حاضر. صباح الخير يا فندم. تعالى يا عتريس. ربنا يخلي سعادتك يا فندم. مال سعادتك يا فندم؟ الراجل اللي خرج ده ما بشوفه بتعكنن، منظره بيعكنني. تحب روح اعكننك على اللي فوق؟ لا 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 مش للدرجه دي، وبعدين انت مش خلاص تبت؟ ايوه بس البت نوره اللي انا قايل عليها الظاهر بتعتبرني خيخه وبتقول لي كلام كده ملوش معنى. عايزاك تفضل حرامي مش كده؟ معلش، لما المشروع بتاعك هيتعمل كل شيء هيتغير. طب وامتى المشروع هيتعمل ان شاء الله؟ هي الاجراءات اتاخرت شويه، انما معلش. اتاخرت كتير قوي قوي يا حضرتك الظابط. عتريس، وبعدين انا عايزه يبقى عندك صبر، لازم تتعلم الصبر. ايوه بس انا دلوقتي لا حرامي ولا مش حرامي، انا بقيت مسخه في وسط الحراميه. طيب الفلوس بكره هتكون موجوده. بكره؟ بكره. خلاص استنى لحد بكره. بس البنت بتبرقني. عم عارف؟ افندم استنى. انا هديك شيك ب 2000 جنيه، عايزك تصرفه لي، بس انا مش عايزه حد يعرف بالموضوع ده. حاضر استنى. خلاص؟ شكرا. اتفضل يا سي عتريس. ادي التصاريح اهي، واخترنا لك موقع هايل. جميله جدا التصريح، حلو، منظرها حلو، بس الفلوس منظرها احلى. يعني التصاريح دي ما تنفعش تعمل كشك؟ تعمل يا فندم، بس في المشمش. انا قلت لحضرتك المساله صعبه قوي. طب بس ادي الفلوس اهي. ده كام؟ 2000 جنيه. عشت فلوس، لا يمين على الجنوب. لا، انت الفلوس دي مش هتاخدها، الفلوس دي هتفضل معايا انا، وكل واحد يخلص شغله يجي يقبض حقه مني انا.
نجار، كهربائي، اصحاب البضاعه. ده انت ولا الملايكه، الاخوات ما يعملوش مع بعض كده. لا مؤاخذه يا فندم، كلمه الاخوات دي طلعت غصب عني. معلش، خلينا في المهم. روح انت دلوقتي بقى عشان تبتدي شغل. حاضر يا ست الكل. السلام عليكم. تعالى هنا. نعم. المبلغ اللي هتعمل بيه كشك ده هيبقى دين عليك، مفهوم؟ يعني الحكومه مش هتديني الفلوس دي جدعنه؟ جدعنه؟ دي بقى ما اسمهاش جدعنه، دي اسمها بلطجه. انت بتاخد علشان تقف على رجليك، مفهوم؟ ايه رايك يا بنت نور؟ رايي في ايه؟ في الكشك عدمت النظر. مش لما يبقى كشك الاول؟ كلها 3 4 ايام ويبقى اجدعها كشك. على فكره نوره، ايه؟ انا عايز احط لك تمثال مش تمثال، لا، صوره 25 في 55 بالحجم الطبيعي. ليه يا اخويا ما تحط صوره حضرة الظابط احسن؟ يا ريت يا بنت، يا ريت ما ترضاش. لو انت كنت انا بتحطها. وماله يا بنت، مش صاحبة افضل، نزل ايدك. نزل ايدك ايه؟ ما تجرأليش يا نوره، ما تجرأليش، ولما تتكلم على حد ظابط ووفاه تتكلم باحترام. يا اختي ذاك حرام الغسيل، اوعي ما تجرأليش. قوم قوم يا حبيبي، ايدك بقى على الرهان اللي بيني وبينك. قوم. رهان ايه؟ ايه؟ بكره بقى باذن الله هيتم افتتاح كشك عتريس عبد الحفيظ. وبعديها بكام يوم هجيب لك تقرير رسمي انه بقى مواطن صالح 100%. يا وفاء، يا وفاء، احنا بنشتكي من التجاوزات اللي بيعملها بعض التجار وبنتهم بعضهم بالجشع والسرقه. تقومي حضرتك توافقي على تاجر هو حرامي رسمي؟ طب هنعمل له ايه يا يحيى؟ هنعلق له المشنقه؟ افرض يا اخي ان اخوك وانحرف، هتعمل معاه ايه؟ مش ممكن بيئه صالحه هتطلع منحرفين. ليه؟ مش بيقولوا يخلق من ظهر العالم فاسد؟ يا وفاء، انت عايزاني ابني معتقداتي على امثله شعبيه، ومع ذلك يا ستي في المساله نسبيه. افرضي يعني طلع لي اخ منحرف، هيبقى انحرفه ازاي يعني؟ ايه، بيسهر شويه زياده؟ ما بيذاكرش دروسه يعني؟ طب وافرض بقى اني اثبتت لك بالدليل القاطع ان عتريس بقى مواطن كويس جدا جدا. مش هتقدري يا وفاء. لا هقدر. صدقيني مش هتقدري. لا هقدر. لا مش هتقدري. هقدر. ما تكسرش بوليس. خلاص. شايفه حضرتك اسم عتريس ملعلع على الكشك ازاي؟ عال يا عتريس، مبروك. واضح انك جايب بضاعه كويسه قوي. انا كنت هجيب مزيكه حسب الله، بس قلت انك مش هتدفعي لهم. الحقيقه حضرتك بتدقق قوي على كل قرش تصرف في المظبوط. خليك عملي، لما الامور تمشي معاك ابقى جيب اللي انت عايزه. مظبوط يا فندم. على فكره نسيت اعرفك على اخويا، ده الوحيد اللي لقيته من اخواتي، دبلوم تجاره وبيتكلم انجليزي. تعالى يا علي. ايوه عتريس. اهلا يا علي. اهلا بيك يا فندم. الحقيقه احنا مش عارفين نرد لحضرتك الجميل ازاي، خصوصا وحضرتك عارفه ان العين بصيره والايد قصيره. لا ابدا، ما فيش جميل ولا حاجه. اديها انجليزي. يس. البت نوره خطيبتي. ازيك يا نوره؟ اهلا يا حضره الظابط. من غير تبريق. طب يا عتريس انا همشي دلوقتي، خلي بالك من شغلك. مع السلامه يا فندم. مع الف سلامه. جايه نوره، انت نازله تبريق عمال على بطاله يا بت. تعالى يا محمد. قالوا لي عنك انك مرشد جدع. انا في خدمه العداله يا ست هاني. انت طبعا تعرف الواد عتريس كويس. عايز المعرفه يا حضره الظابط. عظيم. انا بقى عايزاك تحطه في دماغك وتراقبه لي كويس قوي قوي قوي، وتعرف لي كل تصرفاته وتقول لي عليها اول باول. حاضر يا حضره الظابط. تمام؟ حاضر. مع السلامه. الله يسلمك. يا خساره الرجاله، يا خساره الهجامين الحلوين اللي كانوا في الطلعه من دول يكسبوا شيء وشويات، دلوقتي قاعد تستنى تبيع ازوزه برشين ساغ. جرايه نوره، ليه اللغه دي معايا يا بت؟ لان الظابط خيبتك يا سيدي الهجامين. الله، ما تبطلي زن على وداني احسن لك يا بت، وما تبرقليش. انا عايزه مصلحتك. مصلحتي ان اكلها بعرق جبيني. عرق جبينك؟ ده كلام فوق عليا. انت معقوله بقت عمالسه؟ انت ايه؟ ما تبرقليش وقول لي. اسمع بس، انت دلوقتي في نظر الناس كويس وحلو، وفي نظر الظابطه بتاعتك كويس وحلو. تشتغل وانت متداري. وده انت متداري؟ قومي يا بنت من هنا، قومي. عمليه الواد شرابي عمليه حلوه زي الفل، وقبل المدرسين ما يرجعوا من بره مره هي جت من مره. قومي يا بنت من هنا وما تبرقليش، امشي من قدام السعادي. قول لي بقى هيبقى منظرك ايه لما اخلع منك؟ وانت عارف كذا حرامي قايلين عليا. كذا انصل. قومي جاتك
نصيبه. كتك نصيبه انت، ما انتش عارف فيك مصلحتك. وفي اخوك زكي عامل غسيل. انت غريب يا اخي، يا قاع المجتمع، كتك 60 يا ولاد نصيبة. الكلب. يا اختي ايه الاخبار يا حامد؟ هيروح يسرق شقه النهارده. انت متاكد؟ زي ما انا شايف حضرتك بالظبط. عنوان الشقه دي فين؟ اهو يا فندم. تعرف مين اصحابها؟ كانوا مسافرين وهو فاهم كده، لكن بعد ما اتقصت عرفت انهم رجعوا النهارده من ساعه. انت متاكد من الكلام اللي بتقوله؟ ايوه يا فندم، هيروح يسرقها النهارده بعد الساعه 2 بالليل. طيب متشكرين يا حامد. تحت امرك. مع السلامه. الله يسلمك. الظاهر ان المجرم يفضل طول عمره مجرم. اهلا استاذ سلسعولي، فينك من زمان؟ اهلا. فينك من زمان يا استاذ سلسعولي؟ انا اهو ان شاء الله. عملت ايه مع الوليه؟ انا رايي انك تطلقها. ان شاء الله هطلقها. خير البر عجله. ادخل هنشرب كاسين مع بعض. لا منقوع الهوا. لا بس انا متوضي وداخل اصلي. طب اشوفك غدا. مع السلامه. مع الف سلامه. خليك عندك. حضرة الظابط وفاء. امشي قدامي يا كلب. انا غلطان. امشي قدامي. انا ما كنتش عايز اسرق. دلوقتي انت مش هتقدر تفتح بقك بكلمه واحده. انا ما كنتش عايز اسرق، العيال هم اللي وزوني. يا كنت هقطع في كلامي. امشي يلا قدامي. اضرب الايد اللي اتمدت علشان تساعدك. فرغ المسدس في الدماغ اللي فكرت علشان تعمل منك بني ادم كويس. اضرب ساكت ليه؟ انا اسف. انا عملت كده ليه؟ اقتليني ارجوك، تقتليني. انت ظبطتني متلبس وبعدين جريت عشان اهرب. اقتليني. المسألة مش هكلفك غير طلقة رصاصة واحدة، وعلى رأيك كلب وراح. ولما انت ندمان الندم ده كله ليه فكرت تسرق؟ ليه خنت؟ ضعفت، زنوا على دماغي. امشي يا عتريس، روح لحال سبيلك. امشي. يعني ايه؟ يعني انا مش هعمل لك قضية شروع في سرقة. لا ده كتير عليا قوي، كتير. امشي
امشي دلوقتي من قدامي، امشي. مش معقول الدنيا فيها كل الرحمه دي. الحمد لله على السلامة يا ست هانم. مساء الخير الأول. ازاي يا ست هانم تسمحي لنفسك تيجي في وقت زي ده؟ يعني يا يحيى لما أكون عندي مرة في السنة مأمورية بالليل ما فيهاش حاجة. لا فيها حاجات كتير، أنا ما أقبلش أبدا أشوف مراتي راجعة وش الصبح. شغلي كده يا يحيى، أشتغل بالليل وبالنهار مع اللصوص ومع الحرامية. غلط. إيه اللي يجبرك ويجبرني على كده؟ التزامي ناحية شغلي يا يحيى. يبقى تستقيلي. الحكاية مش بالبساطة دي يا يحيى. يا وفاء أنا خايف تكوني بتهدي بيتك بنفسك. ما تقولش كده. أرجوك يا وفاء ما تجبرنيش أنا عادي غصب عنك. أنت يرضيك إن أنا أعمل حاجة غصب عني؟ أنا كمان ليا حقوق، ومن حقي إن أنا أمنع أي حاجة شايفها غلط. أنت مش ليك حقوق وبس، أنا كل ملكك يا يحيى. أنت بلافة يا حبيبي أنا ما أقدرش أبلف واحد في ذكائك، بس أنا عندي رسالة وعايزة أعملها. أرجوك يا يحيى تساعدني. إيه؟ أنت زعلان مني؟ شكلك زعلان مني. ده أنا أروح أموت نفسي أحسن. أعمل إيه؟ حتى مش مدياني فرصة عشان أزعل منك. ربنا ما يجيبش حاجة وحشة، بس أنت اديني فرصة أكسب الرهان وأثبت لك إن المجرم ممكن إصلاحه، وبعدين نبقى نتفاهم في كل حاجة يا يحيى. أنت بتحلمي يا وفاء، صدقيني بتحلمي. يا سيدي سيبني أحلم. الجدع عتريس بقى آخر تمام وبعد عن الحرامية. كويس، بس برضه خليك مراقبه. دي العيال الحرامية مفقوعين منه على الآخر. ما تستعجلش قوي كده لغاية ما نتأكد. حاضر حضرة الظابط. مع السلامة. الله يسلمك. اشوفك في الجامعه ابو عزه. مع السلامه اخويا. مساء الخير. نعم. نعم الله عليك. ما بتجيش انت؟ ما بتسألش انت؟ قلت اجي انا واسأل يا عتريس. سألت عليك العافيه يا اختي. ايه هو ما كانش عيش وملح؟ العيش والملح لهم اصول، وانت سكتك يا بنت الحلال غير سكتي. يعني ايه؟ قوامة ركنا على الرف واحنا اللي كنا في العين والقلب. كلام كتير مش عايز. انا راجل دلوقتي بكسب لقمتي من على جبيني، ومش همشي غلط لو اتطربقت السما على الارض. فاذا كنت عايزه تمشي بالسليم وترضي باللي ربنا بعته لنا كان بها، ما كانش انا ما جيتلكيش يا بايخه. الله 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 الله، ليه اللون الغامق ده؟ عشان انا اللي جيت لك. ومش كده وبس، صلتك باخوك حرام الغسيل دي تنقطع نهائيا. وكمان عايزني اقطع اهلي، وكل ده عشان ايه؟ عشان حته ظابط بلفتك. اخرسي اخرسي يا قاع المجتمع. الله 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 ما يوصف رقبتك ولا اللي حاطط كتافك. مش ناقص. السلام عليكم. حضرتك مش هترضى عني بقى؟ أنا بقيت فل والحمد لله، وعارف ربنا كويس. من الجامع للكشك ومن الكشك للجامع. ده حتى الإمام بتاع الجامع بيقول إن ربنا هيفتح عليا فتح مبين، وإن أنا هبقى كويس. ده هو اللي بيقول الإمام. أنا عارفة كل حاجة. ولما حضرتك عارفة مش عايزة ترضى عني ليه؟ طب وعايز مني أنا إيه دلوقتي؟ إذا كانت كل الناس بتقول عنك إنك بقيت كويس. بس كل الناس في كفة وحضرتك في كفة. أنا عايز تشجيع من حضرتك أنت. هتفرق معايا كتير. نفسي أحس إني بني آدم. طب يا عتريس، أنا هشجعك ودلوقتي حالا. إزاي يا فندم؟ تعالى يا عتريس. اقلع الجزمة؟ تقلع الجزمة دي. تعالى يا عم عارف. اهلا وسهلا استاذ. ماما فين؟ في وظيفتها يا فندم. الدكتور يحيى وصل ولا لسه؟ البيع وصول يا فندم. طيب اعمل حسابك معانا نفر زيادة على السفرة. مين يا فندم؟ اهلا وسهلا. عتريس. حاضر. الكرسي ده؟
نفسك الاول. معانا ضيف على الغدا. مين هو؟ تجربتي العظيمه. اخيرا اثبتت ان المجرم ممكن يبقى انسان كويس جدا لو الظروف الكويسه اتهيأت له. انا جبته معايا مخصوص عشان يحيى يشوفه بنفسه ويغير رايه فيه. وهيتغدى معانا؟ ايوه يا ماما. ايوه بس ده كتير قوي. ايه هو اللي كتير؟ ده بقى انسان كويس جدا. مش عارفه اقول لك ايه. ما تقوليش حاجه، تعالي بس عشان تشوفيه. طب حاضر، هكلم في التليفون واجيلك. على الله بقى اكلنا يعجبك. لا اكل ايه يا فندم؟ انا مش هقدر. مش هتقدر ده ايه؟ انت هتكسفني ولا ايه؟ مش ممكن اقعد مع حضرتك ومع الدكتور الباشا على ترابيزه واحده. مش ممكن يا فندم. العلم ما تعلاش عن الحاجه. ده بقى يا ماما عتريس. اهلا استهلا، اهلا بالعظمه كلها. عتريس؟ انا اسمي وحش، انما اخواتي كلهم اساميهم حلوه. كان اخواتي حوالي 11 12 13 راجل، وكانت امي بتدلعني قبل ما تخش السجن، كانت بتدلعني تقول لي عتروس، وكان ابويا هيخترع صابون يسميه ابو العتريس. الكلام ده قبل ما يفك من الملاحات. مش ممكن، مش معقول. انا قلت حاجه تزعل. عارف، تعالى. يا فندم استنى. انت عارف الجدع اللي معاه وفاء بره؟ لا ما اعرفوش يا فندم. مش فاكره؟ لا مش فاكره يا فندم. عارف ده يطلع مين؟ مين يستاهل؟ اخو وفاء. نعم اخوان. ايوه اسمه والكلام اللي قاله بيأكدوا ان هو. وايه بس اللي هيخليهم يتلموا على بعض استهانم؟ ما الدنيا مليانه ناس كتير. مش عارفه، مش عارفه. ربنا يستر. جيب العواقب سليمه يا رب. يا رب. ماما ايه يا ماما مشيتي ليه يا روحي؟ لا يا حبيبتي مفيش حاجه. جوزك جه؟ لا لسه ما جاش. طيب انا مش هقدر اتغدى معاكم. ليه؟ مش عارفه، حاسه كده بشويه تعب. شويه تعب ولا ازاي كوثر هانم تقعد تتغدى مع ولد زي ده؟ لا لا يا حبيبتي، بس لو بتحبيني سيبيني استريح. يا ريت تغير رايك وتيجي. استنى. نعم. البنت الدكتور وصل ويسأل على الست. يلا جاي يا حبيبتي. تعالي بقى، روحي انت لجوزك عشان ما يقلقش عليكي. يلا. مش هتغير رايك؟ هحاول. يلا. يا رب، يا رب استر يا رب. اهلا اهلا اهلا. انت لسه جاي دلوقتي؟ بيعمل ايه هنا ده؟ ده بقى عتريس بعد التعديلات الجوهريه. ده بقى انسان تاني خالص يا يحيى. كل التقارير بتقول انه تاب. ده بقى بيصلي الوقت بوقته. وانا مكافأة ليه جبته هنا علشان يتغدى معانا، عشان يعرف ان الدنيا لسه بخير. ايه رايك بقى في المفاجاه دي؟ يا اخ. نعم يا سعاده الباشا. نشوفك بعدين. مع السلامه. هو انا مش هاكل؟ مع السلامه. اتفضل بره. بره. يحيى ليه كده؟ ده معقول ده؟ تجيب لنا البيت حرامي محترف؟ بس ده ما بقاش حرام يا يحيى، ثم ان وفاء الكلام ده لا يعقل اطلاقا. فاني سمحت للانسان اللي ارتبطت بيها انها تتعامل مع النصوص الصوابع. ما يصلش بيك الامر ان الوعيات يلاقيها في بيتي. مش بس كده، تصل بيك السذاجه انك عايز تقعدي معايا على سفره واحده في بيتي ياكل. الكلام اللي بيحصل ده يا هانم معتله. ايوه يا يحيى بس الكلام ده كبير قوي. انا استنفذت كل وسائل الاقناع معاكي. من غير انفعال. وفاء من اللحظه دي انتهت صلتك تماما بالمواضيع دي. ده شغل يا يحيى. وفاء مش عايز المناقشه توصل لاكتر من كده. ما تضطرنيش اقول لك اختاري بيني وبين شغلك. للدرجه دي؟ واكتر. واجبي ان انا احافظ عليكي. واجبي ان انا احميكي من الافكار اللي اقل ما توصف انها ساذجه وسطحيه. دلوقتي ردك يا هانم. انت عارف ردي كويس يا يحيى. انا مش عارف اي حاجه. بس انت قاسي قوي يا يحيى معايا. كان لازم افوقك قبل ما تختلط عليك الامور. ما تعرفيش اذا كنت راجل ولا ست. يحيى انت عارف شعوري ناحيتك ازاي. يبقى اختاري. ما جاتش يا محمود. بقول لك ايه، انت هتشتغل لي ولا ايه؟ واحنا فاتحين الاسم ده علشانك؟ بسألك سؤال يا اخي ريحني. ريح نفسك يا اخويا. اسمع، انا سامع ان الملازم اول وفاء هتستقيل. هتستقيل ليه؟ مش عرفني يا اخويا. يا نهار اسود، لا يكون حصل حاجه وحشه ولا يكون. بتقول ايه؟ بكلم نفسي يا محمود، لما اكون متضايق بكلم نفسي يا محمود. الله.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الدكتور الباشا جوز حضرة الضابط وفاء موجود دلوقتي؟ الدكتور يحيى في المستشفى. طب عال. بتقول ايه؟ والست وفاء هانم موجودة؟ وانت مالك انت؟ انا مالي؟ بسأل يا اخي، هو السؤال حرم؟ اصل الست بعافية شوية. عيانة؟ ايوه عيان. طب ممكن تقول لها عتريس؟ عتريس؟ يطلع مين عتريس دي؟ انا. انت؟ طب تتوكل على الله كده يا سي عتريس وتجيلنا يوم الخميس تاخد الصدقة. صدقة ايه؟ انا مش شحات. تبقى حرامي. الله الله الله، انا حرامي؟ ايوه شكلك كده حرامي. بتشوف لنا فك؟ معيش فك والله. خلاص لما تفك بقى تروح. روح. انا خايف عليها قوي يا علي. خايف عليها ايه من ايه بس يا عتريس؟ خايف لو يكون الباشا جوزها ضربها بحاجه فتح نافوخها. دكتور محترم هيضرب مراته برضه عتريس. دكتور ولا مش دكتور؟ ما كل الناس بتضرب مراتاتها. لا 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 ما افتكرش. انا عايز اطمن عليها، انا مش عارف اشوف شغلي. ازاي واحده زي حضره الضابط تسيب شغلها الا عشان الشديد القوي، وانا خايف لا يكون الشديد القوي ده انا عايز اشوفها يا علي. اخيرا عقلت وحنيت للشغل يا عتريس. انا مش حاسه. نعم، امال بعت ليه؟ انا عايزك بس تأمن لي البيت. عايز اطلع البيت ان شاء الله يا رب بطلوع المواسير. هنطلع المواسير من غير ما نسرق يا عتريس. انت مش ليك حقك وتاخده. ولك ايه، ما تستهيفنيش اكتر من كده. انا استهيفت؟ انا مش حمار. ايوه بتعاملني على اني حمار. بقول لك ايه، كوتشينه وعديتها بمزاجي. مالها كوتشينه؟ في كوتشينه فيها 7 اولاد يا عتريس. ده انت قوم من جنب، انت واد بايخ. طب بلاش الكوتشينه. اختي. مالها اختك؟ ما قلت لك هتجوزها. قلت لك هتجوزها ولا ما قلتلكش؟ قلت لي وده كفايه يعني. طب وايه يعني؟ هعديها بمزاجي، لكن طلوع المواسير من غير ما نسرق دي بقى اللي مش هعديها. مش هتاخد حاجه. بقول لك ايه، ما تاخرش بسرعه. انت سامع اصوات الكلاب وانت عارف عقدتي من الكلاب. بسرعه. انا جاي اطمن عليك. تطمن عليا بالشكل ده؟ على قد تفكيري، هم ما رضوش يدخلوني من الباب. انت اتجننت. انزل اوان، انزل اوان. ايه ده؟ انت بتعمل ايه؟ بسرق ايه؟ اخر مره. عاجبك يا ست هانم؟ في ايه يا وفاء؟ هتكسر. اخلص! انا الواد ورايا على مطلب البوليس. مش معقول هو ده. ايوه هو ده اللي الهانم كانت عايزاه يبقى كويس فجاي يسرقنا. يحيى هشرح ما تشرحي لي تاني، هتشرحي لي؟ عاجبك بنت انداس بالحراميه وتحقيق وبوليس ونيابه بسبب تصرفاتك؟ هات ورايا. تعال. مش يحيى انت هتعمل ايه؟ نزل ايدك، نزل ايدك، تغيير من الحكايه. مساء الخير. يا سعادة البيه. ايه كمان ده؟ الواد ده بيه لقيت واقف تحت شباك اوضه النوم الكبير. جريت وراه، قفشته من قفاه، لقيت مع الحبل دي ومفاتيح الحراميه دول. جاي تسرق والحكومه موجوده وعامل لي هجام. ضيعت سمعتنا في الوسط. يحيى انا عايز المحامي بتاعك. انا ضربت قبل كده. انا عايز المحامي بتاعك. الو، بوليس النجده؟ انا دكتور يحيى هاشم. ايوه في حاله سرقه عندي في البيت. خش هات انت وهو، خش هات انت وهو. مساء الخير على الحلوين. حلوين؟ دول حلوين؟ دول قاع المجتمع. اسكت لحسن نضرب على قفانا، ما تعمليش فيها معقر. معقر؟ ايه اللغات اللي بتكلمني بيها يا زكي حرام غسيل دي؟ حرام غسيل ايه؟ حرام غسيل ايه؟ مش كفايه جبتني حبستني معاك هنا يا بلوشي؟ لو ما كانش الخالق اللي زيك تتحبس، مين اللي هتتحبس يا حرام الغسيل انت؟ قلت لك بقى لم، حط هنا، حط هنا، انت لازم ترمي علينا اهو، حط هنا وهعمل لك مزرعه في الاخر.
الحاجه اللي مخبطاني انا شفت ام حضره الظابط وفاء دي فين؟ هتكون شفتها فين يعني؟ انت يا ابني عايز تتلزق فيهم؟ انا شفتها بس فين مش عارف. الله يمسيكي بالخير يا ام اخي. يبقى فعلا كلامها طلع مظبوط. انت فعلا اتلخبطت. نوره كلامها مظبوط. اختك نوره دي ما تسويش حاجه. بس ما تسويش حاجه. مين اللي هينفعنا في الميله اللي احنا فيها دي؟ ما هي اللي هتجيب لنا العيش والحلاوه والحلم. بس انا متاكده ان ده ما كانش جاي يسرق. الله، مش شافوه هو بينط على المواسير وفي حرامي تاني تحت مستنيه بالحبال؟ يا امي يا حبيبتي، اللي جاي يسرق يخبط لي من البلكونه عشان انا اللي افتح له. ايه؟ يخبط لك؟ ايوه يا ماما، كان جاي يشوفني. اوعي تقولي الكلام ده يا وفاء، لو حد سمعك هيسيء الظن بيكي. وانا شايفه ان قرار جوزك قرار حكيم. انت مكانك الطبيعي هو البيت. انت مش عايزه تفهميني ليه؟ الواد ده ضحى بنفسه عشاني، غبي سلك طريق غلط. اوعي اسمعك تجيبي سيره عتريس ده بالذات. عتريس؟ غريبة ان حضرتك فاكرة اسمه لغاية دلوقتي. يحيى يا فندم، انت برضه مش عايز تكلمني؟ كلمك اقول لك ايه؟ يحيى انا ماليش ذنب في اللي حصل. لو سمعت كلامي من الاول ما كانش حصل اللي حصل ده. عاجبك اللي احنا فيه ده؟ تحقيق وبوليس ونيابه وكلام فارغ. ايه ده؟ معقول ده؟ معقول يا وفاء ده؟ طيب خلاص انا هعمل اللي انت عايزه. تستقيلي. استقيل؟ ايوه. طيب حاضر يا يحيى، هستقيل. كده كويس. من بكره هسلم العهده واقدم استقالتي. روح هات لي عتريس من الحجز. حاضر يا فندم. محجوز يا فندم. طيب سيبه انت دلوقتي واقفل الباب. حاضر يا فندم. اقعد يا عتريس. أنا آسف يا فندم. آسف جدا على اللي حصل. غصب عني. حبيتك أشوفك. حرامي بقى وبتصرف تصرفات حرامية. عملت لحضرتك قلق وعملت للباشا جوز حضرتك وعملت لوالدتك قلق. انا متأكدة ان نيتك كانت سليمة. علشان كده انا لازم اشوف لك حل. ولا تشغلي بالك يا فندم. إلا والدة حضرتك دي اللي شفتها. أنا مواكب يا فندم. على فكرة أنا شفتها عندنا في بيتنا. عندكم انتوا؟ في بيتنا زمان قوي. أيام ما كان عندنا بيت. انت متأكد من الكلام اللي بتقوله؟ متأكد قوي حضرة الظابط. وايه اللي هيجيب والدتي عندكم؟ يمكن من باب العطف. أصلها لا مؤاخذة جت بعدهم ما دخلت السجن. طيب وهي كانت تعرف والدتك منين؟ مش عارف إذا كانت تعرفها ولا ما تعرفهاش. بس غالبا كانت تعرفها لأنها كانت مقهورة عليها قوي. ومش معقول حد يتقهر على حد من غير ما يعرفها. صحيح والدة حضرتك غنية قوي بس كانت طيبة زيادة عن اللزوم ومتواضعة زيادة عن اللزوم لأنها جت عندنا في البيت وادتنا فلوس كتيرة قوي. والفلوس دي وقتها نفعتكم؟ هي نفعتنا ساعتها بس ما فرحتناش. ليه؟ اتلخمنا في البيت اللي تانت. كانت أصغر إخواتي. بنت صغيرة وآخر حكاوة. طقمة جدا اسمها وفاء. قلبت عليها دول ما نقيمهاش. والدتك اسمها ايه؟ حسنية. ماما تعرفي واحدة اسمها حسنية؟ بتقولي ايه؟ واحدة ست اسمها حسنية. مالها؟ تعرفيها؟ هعرفها منين؟ ويعني تطلع مين حسنية دي؟ واحدة ست غلبانة، أم الولد اللي اسمه عتريس. وانا هعرفها منين؟ أصل هو قال إنه شاف حضرتك عندهم في البيت. وانا بروح حتة انت ما تعرفيهاش؟ لا يا ماما ده مش دلوقتي، ده زمان. يا حبيبتي انا ايه اللي هيوديني بيوت ناس زي دي؟ انا لا اعرف لا عتريس ولا ام عتريس. يعني حضرتك ما رحتيش؟ ابدا قلت لك لا. يبقى لازم بقى عتريس اختلط عليه الامر. محمود عتريس يا فندم. سيبه يا محمود دلوقتي. حاضر يا فندم. اقعد يا عتريس. عامل ايه؟ الحمد لله يا فندم. لا ينقصنا الا رؤياكم.
عتريس انت قلت لي امك اسمها ايه؟ حسنية. حسنية ايه؟ حسنية ايه؟ وانا مش عرفني. انا اعرف اسم ابويا عشان اسمه لازم في اسمي. حاول تفتكر يا عتريس، كان اسمها حسنية ايه؟ انت حضرتك حامل؟ يا عتريس احنا بنتكلم جد، خلينا في موضوعنا. انا قلت يمكن تكون حضرتك بتدور على اسم ولا حاجة. هو حسنية حلو مش بطال. خد يا عتريس على الحجز. حاضر يا فندم. وانا ماشي دلوقتي. السلام يا فندم. الو. بتقول ايه يا استاذ محمود؟ ولا حاجه يا اخويا، انا قلت حاجه. بتقول ايه؟ انا قلت حاجه. اتفضل بقى. انا قلت حاجه يا اخويا. لكن ما تعرفيش اسمها ايه بالظبط؟ انا كل اللي اعرفه ان اسمها حسنية وقضيتها مخدرات. انا قدامي الكشوف اهي، وطبعا فيها كذا حسنية. والله يا فندم انا اصلي بعمل بحث زي ما هو واضح عندي سيادتك في التصريح. فيا ريت حضرتك تساعدني عشان اقدر اتعرف على الست المقصودة. انت عندك كام عيل؟ عندي 3 وجوزي اللي بيربيهم دلوقتي. قولي لي يا ست حسنية، انت جوزك طفش قبل ما تدخلي السجن؟ انا كنت اتجوزت عشان يطفش، ده انا عفراء. انت من الملاحات؟ ملاحات ايه؟ ده انا حسنية ملكة الحضرة. انت عندك كام عيل؟ انا كنت قاطعة الخلفة بس جبت 2 بس عشان خايفة على صحتي اسم الله وعلى اوامر ان شاء الله. انتوا بتقفشوا كل اللي اسمهم حسنية؟ لا وهنقفشهم ليه؟ انا بدور على واحدة اسمها حسنية عندها 12 عيل ومن الملاحات. عرفتها حسنية المظلومة. المظلومة؟ ايوه احنا دخلنا لقيناها هنا دايما تقول انا مظلومة ودايما ترفع وشها للسما وتتطلب من ربنا، حتى جوزها هرب. تبقى هي. تعالي يا ستي. انت اسمك حسنية؟ حسنية احمد فرحان. انت من الملاحات؟ ايوه. جوزك اسمه ايه؟ عبد الحفيظ. الله يمسيه بالخير بقى كان عايش والله يرحمه اذا كان مات. عندك ابن اسمه عتريس؟ عندي عتريس ومحمد وزينب واحمد وعلي ووفاء. وفاء اذا كانت عايشه زمانها بقت عروسه قد حضرتك. قدي انا؟ لا مؤاخذه. لا ابدا مفيش حاجه. انت دخلتي السجن ليه؟ دي حكايه قديمه وطويله يا بنتي. معلش اصل كلمه بنتي دي ماسكه ببقي. لا ابدا مفيش حاجه، خدي راحتك. 18 سنه بين 4 حيطان، لا اعرف حاجه عن ولادي ولا عن جوزي. تعبت قوي. ما قلتليش انت دخلتي السجن ليه؟ ما انا قلت لك دي حكايه طويله. مخدرات؟ ولا عمري شفتها ولا عمري اعرفها. يعني مظلومه. منها لله يا كوثر. كوثر؟ ايوه كوثر انور الطايع. زمان ربنا انتقم منها. انت متاكده؟ متاكده من الاسم ده؟ حد ينسى جلاده يا بنتي؟ ده انت لو شفت الست دي تقولي انها ملاك نازل من السما. دي كانت بتعطف عليا وعلى اولادي، ولو تعرفي عملت ايه لما عرفت ان جوزي هرب. كل ده كانت مخبيالي مصيبه عشان تدخلني بيها السجن. طيب هي مصلحتها ايه في كده؟ عشان تخرج من القضيه. يعني هي كانت بتشتغل في المخدرات؟ امال مين يا بنتي؟ ده انا مش لاقيه اكل. مالك يا حضره الظابط؟ مفيش. كلامي ضايق. انا غلطت في حاجه؟ لا. امال متضايقه ليه؟ مفيش. انا مضطره امشي دلوقتي. ما احنا قاعدين بنتكلم، ده انا قلبي اتفتح لي. معلش في حاجه ضروري لازم اشوفها دلوقتي. هشوفك تاني؟ ضروري هرجع لك تاني. لازم اشوفك يا بنتي يا حضرة الظابط. حضرة الظابط. نعم. بلاش. ليه بلاش؟ لو محتاجة أي حاجة أنا تحت أمرك. أنا ليا طلب بس يمكن يضايقك. أأمري. الأمر لله يا بنتي، مسبونة تؤمر حضرة الظابط. لا قوليلي عايزة إيه؟ عايزة أبوسك.
فكرتني بولادي. مساء الخير. كنت فين يا وفاء؟ كنت في السجن. ما شاء الله ما شاء الله. ده شغل يا يحيى. خلاص خلصت الإقسام، فاضل السجون. يحيى ده شغلي ولسه بخلصه. وبعدين من فضلك انا تعبانه قوي. ما انت طبعا تعبانه من الشغل. اسمع ما اقول لك، قدامك 3 ايام من النهارده تنهي كل متعلقات شغلك. ولا انا اسف جدا، مضطر اخد موقف ما كنتش احب اخده ابدا. يحيى انت بتهددني؟ ما انت كمان بتوعديني وتماطلي يا وفاء، مش معقول كده. انا مش بماطل، انا عندي مشاكل كبيره قوي. مشاكل ايه دي؟ ممكن اعرفها؟ مش وش كفايه اللي انا فيه، كفايه. وفاء انت مخبيه عليها حاجه؟ مالك؟ وفاء مالك؟ يحيى انا يمكن ما بعرفش اعبر كويس عن اللي بحس بيه، لكن انت اكيد عارف شعوري ناحيتك. يا وفاء انا عارف شعورك كويس قوي، لكن ايه معناه الكلام ده؟ يحيى انت حساس وذكي، وانا سعيده ان مراتك. انا بحبك وبحترمك في نفس الوقت. مالك يا وفاء؟ في ايه؟ ارجوك افتكر الكلام ده مهما حصل. افتكر اني حبيتك قوي. ايه دي كده، خدي حمام ونامي بس يا من فضلك يا يحيى، من فضلك. لا استحملني الايام دي لغايه ما ايه؟ وفاء انت مش قلت انام واحده؟ اه صباح رباح. صباح الخير. صباح الخير يا حبيبتي. انت رايحه الشغل؟ ايوه. يا ريت يا وفاء تخلصي اجراءات الاستقاله بسرعه عشان يحيى متضايق من الموضوع ده. حاضر ان شاء الله. مالك يا حبيبتي، في ايه؟ ماما انت فاكره لما اديتيني الكليه بتاعتك؟ وايه اللي فكرك دلوقتي؟ انا عمري ما نسيت ابدا. انا كل ما ببص في وشك بحسد نفسي على كل اللي انا فيه ده. معقوله في ام في الدنيا تدي لبنتها كل الحنان ده؟ كل ام في الدنيا بتحب بنتها. ربنا سبحانه وتعالى بيخلق الحب في قلب الام مع لحظه الولاده. مع لحظه الولاده؟ ما هو من حكمه ربنا ان اللبن في صدر الام بيظهر مع الحب والحنان. انا نسيت اسالك، انت رضعتيني؟ يعني ايه؟ يعني حضرتك اللي رضعتيني ولا رضعت صناعي؟ صناعي ده ايه؟ لا طبعا انا رضعتك الرضاعه الطبيعيه بتاعت ربنا، لكن ايه لازمه الكلام ده؟ انا همشي دلوقتي يا ماما. مع السلامه. قضيتك اللي اتحبست فيها كانت قضيه ايه؟ ما تخلي الطابق مستور. ما انا ممكن اعرف بسهوله. يا بنتي يا حضرة الضابط ما تنكشيش في حاجة. النكش في الماضي يتعب. احنا ولاد النهارده. يعني ايه ولاد النهارده؟ انا بسألك سؤال ترد على قد السؤال. قضيتك كانت ايه؟ مدام مصممة كانت مخدرات. حضرتك عرفت والدتي ازاي؟ ده كلام. احنا قلنا ما يصحش نجيب سيرتها في الاسم. بقول لك عرفت والدتي ازاي؟ ما احنا قلنا برضو بيزنس. ايه هو نوع البيزنس؟ يا بنت الناس الاكابر بلاش بلاش. بلاش ليه؟ من غير ليه. يا باردون عندي ميعاد بيزنس.
اتفضلي يا ستي، نبيل المشتناوي. وريني. عندنا بابا مات متولد ب4 سنين. في ايه يا حضرة الظابط؟ ليه عملتي كده؟ عملتي ايه؟ ليه دخلتيها السجن؟ سجن؟ سجن ايه؟ انا مش فاهمه حاجه. ليه كنت ماشيه غلط؟ ايه الكلام اللي بتقوليه ده يا وفاء؟ ليه اديتيني الحب ده كله؟ ليه اديتيني الكليه بتاعتك؟ الله، انت مالك النهارده؟ دلوقتي انا عايزه اعرف الحقيقه حالا. حقيقه ايه؟ حسنيه دخلتيها السجن ليه؟ وانت كنت ليه بتجري في المخدرات؟ وانا حطيتيني في الوضع ده ليه؟ ايه التخاريف اللي بتقوليها دي؟ سجن ايه ومخدرات ايه؟ في واحده تكلم امها بالطريقه دي؟ انا عايزاكي تقولي لي على الحقيقه. حقيقه ايه؟ تقولي لي كل اللي حصل. انت كنت بتتاجري في المخدرات مع واحد اسمه صقر، وبعدين وقعتي في قضيه، بعد ما وقعتي في قضيه لبستيها لحسنيه، بعد كده خدتيني عملتيني بنتك، مظبوط ولا لا؟ دي مؤامره، انا ما اعرفش اي حاجه من الحاجات دي. مين اللي مالى مخك بالكلام الفارغ ده؟ ويقصدوا ايه؟ ومين اللي بيلعب من ورا ظهرنا؟ بس صدقيني يا وفاء، الكلام ده غلط غلط. وده غلط. ايه ده؟ دي شهادة وفاة ابويا وشهادة ميلادي المصورة، غلط برضه. خدي قريها. وفاء، انا عشت في دوامة ايام طويلة، كنت بقول يا رب كل الهواجس دي تطلع غلط، يا رب يطلعوا كلهم كدابين، لكن للاسف الحقيقة دلوقتي انا عايزه اسمعها منك. انا مين؟ بنت مين؟ ارجوكي قولي لي الحقيقه. انا مش عارفه اقول لك ايه دلوقتي. اقول لك يا ماما ولا اقول لك يا كوثر هانم؟ انا ماما يا حبيبتي، انا عايزه الحقيقه. سامحيني يا وفاء، كان لازم اعمل كده. تدخلي واحده السجن ورطه، وكان لازم اطلع منها. ايه اللي حطك في الورطه دي؟ غلطه كبيره قوي، غلطه عمري، وبحاول اكفر عنها. وريني كفرت. ما فكرتيش فيا انا، ما فكرتيش في اليوم ده. انت عينيا يا وفاء، انت عينيا. واللي ولدتني قالوا لي حضرتك جيتي وطلبتيني، ما صدقتش وداني. اتفضلي. العفو يا بنتي. اتفضلي. العفو يا حبيبتي. اتفضلي. مالك يا روحي؟ كفالة الشر، بتعيطي ليه؟ دموعك نازله ليه؟ في حاجه مضايقاكي؟ انت عارفه انا مين؟ حضرة الظابط وفاء. لا. امال مين؟ انا وفاء بنتك. بنتي؟ ايوه يا حبيبتي. انا بنتك وفاء بنتك. برضه بتبرقي يا نوره؟ يا نوره بطلت تبريق. يا حبة هاني، أنا مش ببرقلك، أنا بفتح عينيا قوي عشان تخش فيهم وتخش على قلبي من غير لا إحم ولا دستور. الله، يعني وأنت زعلانة بتبرقي وأنت مبسوطة برضه بتبرقي؟ خلينا في المفيد. خلينا في المفيد. الله يرحم والدك. اسكت. أنا قومت لك حتة محامي جدع قوي وظرفته العربون. ظرفتي العربون؟ أنت لسه واقفة يا خالة؟ حلوة خالة دي يا بنت نورة. نعم. خالة ده إيه؟ سلامة الشوف يا شويش، أنا من دور ولادك. هو شايفك خالته، فيها ايه يعني؟ والحل ايه؟ الحل في ايد ربنا يا بنتي. انت لازم تطلعي من السجن، لازم الظلم يتشال عنك، لكن في الوقت اللي هيتشال فيه الظلم عنك
ما هي اللي هتدفع التمن هي برضو أمي، يعني المظلومة أمي، واللي هناخد طارنا منها هي أمي، اللي لازم تخرج من السجن أمي، واللي تدخل السجن أمي. شايفة الحيرة اللي أنا فيها؟ ما تشغليش بالك يا حبيبتي بيه، أنا خدت على الظلم، خدت على الضلمة والسجن، ما عادتش تفرق معايا. لكن أنا تفرق معايا كتير كتير قوي. أنا ما أقدرش أسيب أمي اللي ولدتني وادتني الحياة مسجونة وهي مظلومة، ما أقدرش. أنا ما عدتش بكرهها، اللي سمعته منك عنها مسح كل اللي عملته فيا. لكن ما يمسحش اللي عملته في اخواتي، ما يمسحش ابدا انها شردت عيله بحالها. عملت علشان الكتير. طب واخواتي اسمتهم كده، مش يمكن كانوا طلعوا احسن مني؟ الفقر كان هيشدهم لورا. احيانا الفقر بيبقى حافز للنجاح. هتتدخلي في حكمه ربنا؟ بس ربنا ما يرضاش بالظلم. هتعضي الايد اللي اتمدت لك؟ ما اقدرش ما اقدرش، دمي ملكها. بالراحه على نفسك يا بنتي. وانتي ما رحمتكيش ليه؟ ما رحمتش اخواتي ليه؟ اللي راح واعتبارك يترد فيكي، وشبابك. انتي شبابي، وعمرك اللي ضاع. انتي عمري اللي جاي، وانتي لازم تخرجي من السجن. رايحه فين يا بنتي؟ هرجع لك تاني. حاضر يا فندم. حضرتك ايه اللي مزعلك كده؟ وايه اللي مقعد حضرتك لغايه دلوقتي؟ كويس ان حضرتك بعتيلي عشان اشوفك. انا هترحل على النومان بكره. الحب الحقيقة مش هسيبك تدخل السجن مهما كان الثمن. وانا ما يرضينيش انك تعرضي نفسك لمشاكل بسببي، ده انا موت نفسي بسبب حاجه قد كده وتحصل لك. انا ما يرضينيش ان مظلوم يدخل السجن، خصوصا اذا كان ده اقرب الناس ليا. اخويا. اخوكي؟ عشان كلنا ولاد حواء وادم. لا اخويا، اخويا. مين؟ بتقولي ايه؟ حضرتك بتقولي ايه؟ انا اختك. اختنا؟ اختك وفاء. وفاء؟ انت حسن يا عبد الحفيظ يا عتريس. طبعا هو ده المظبوط، هو ده المظبوط يا عتريس. اهلا وسهلا يا استاذ. خليك. تعرف ساعات الساعه كام دلوقتي؟ انا بقى لي 10 ساعات بجري. اسمع بقول لك، انا الاحوال دي ما تعجبنيش. بس كنت فاهم ان انا اقدر استحمل اكتر من كده، تبقى غلطانه. انطق. ساكته ليه؟ يحيى انا اللي جوايا مفيش حد في الدنيا يقدر يتحمله. الكلام الكبير ده يا ست هاني بيزعلني قوي. انا ده معناه ان مش في حياتي كمان، وان في اسرار حضرتك مخبيها عليا. ايوه في اسرار يا يحيى. اسرار؟ اسرار ايه؟ بكره تيجي معايا النيابه علشان تغير اقوالك. اقوال ايه اللي غيرها؟ تقولي ان عتريس ما كانش جاي يسرق. هي دي الاسرار؟ ايوه لان عتريس مظلوم لازم يخرج من السجن. عتريس مظلوم؟ مظلوم؟ ايوه كان جاي يشوفني يا يحيى. يشوف حضرتك في اوضه النوم؟ ايوه خبط لي وانا اللي فتحت له. ايه التخاريف دي؟ دي اكيد اتجننت، مش عارفه بتقولي ايه. انا بقول الحقيقه. انهي حقيقه؟ عتريس اخويا. اخوك يعني ايه؟ اخوك في الانسانيه والجمل اللي انت عماله تقوليها دي، مش كده برضه؟
اخويا ابن امي وابويا. يعني ابن كوثر هانم ونبيل المشتناوي؟ لا، احنا ولاد واحده ست غلبانه اتحكم عليها بالسجن مؤبد، واب اسمه عبد الحفيظ. عيله كانت بتكمل عشاها نوم. كوثر هانم امي دخلت امي السجن. مش مصدق اللي بسمعه ده. يا نهار اسود. يحيى تقدر تطلقني، انا هتحمل الصدمه، بس انا ليا رجاء عندك. بعد ما تطلقني تروح النيابه تشهد تقول ان عتريس ما كانش جاي يسرق. وانا اسفه، اسفه قوي يا يحيى على كل اللي تسببته لك. انا انسان عكس كل مبادئك واخلاقك. امي مسجونه واخويا حرامي واخواتي متشردين، وامي التانية غلطت في حق الناس والمجتمع. بس اعمل ايه؟ انا ما كنتش عارفه. وفاء انتي قولها يا يحيى. نأجل الموضوع ده لغايه ما نخلص موضوع عتريس. لا يا يحيى، انا مش عايزاك تروح النيابه في اي صله بينك وبين عتريس. خلص موضوع عتريس الاول وبعدين نروح للمأذون، بعد كده كل واحد يروح لحاله. انا مش فاهمه اي حاجه، انا مخي بيلف يا جدعان. مش هنسجن ازاي اذا كانوا شهدوا علينا اننا كنا داخلين نسرق؟ يا ابني يا زكي يا حرام الغسيل، ما هم جوه عند البيه وكيل النيابه بيعدلوا شهادتهم. بعد ما طلعت تهريبهم. وطي صوتك. وطي صوتي ليه؟ انا بقول يمكن سمعت غلط ولا حاجه. انت هتجنني يا جدع انت؟ مش معقول كمان اكون اخو حضره الظابط. ليه؟ مش هي اللي قالت؟ يعني انا نسيب البيت دكتور الباشا اللي جوه عند وكيل النيابه؟ انت هتجنني يا عتريس. ما تبرقليش يا نوره، الموضوع ده بالذات مش عايز تبريق، وانت كمان ما تبرقليش. ابرقلك ازاي يا ده انت حبيب قلبي، انت مش رحتك بالظابط. حازم انتباه. مين الجنه هلمه اللي مع الظابط يا عتريس؟ باشا جوز اختي. اطمن يا عتريس. ربنا يخليك ليا يا سعاده الباشا، ايدك خدها يا باشا. عايزين من ايدي. واحنا نقدر نستغنى عن ايد سعادتك؟ على فكره يا باشا انا يعني قلبي زي البفطه البيضاء، مش زي البفطه البيضاء، زي الترجال عشان يعجب سعادتك. انا كويس قوي، انا عارف ان شكلي بيضايق سعادتك. والبيت النقطه دي انا ما اعرفهاش. يا عتريس انا كمان ما اعرفهاش سعاده الباشا. خلاص يا بنت انت. والواد ده كمان ما اعرفوش. الاثنين دول قاع المجتمع. وبعدين يا سعاده الباشا انا لما بستحمى ببيض ومناخيري بتصغر وبتدخل لجوه، وليه اخ دبلوم تجاره بيتكلم انجليزي لبلب يا باشا. اسمع ما اقول لك، هخلص خالص يا باشا. انا عارف ان انا بلبخ كتير، بس اعمل ايه؟ تفكيري على قدي. انا خدام سعادتك يا سعاده الباشا. عتريس ما تقولش كده. حاضر يا ست هانم. ايه ست هانم دي؟ في حد يقول لاختي يا ست هانم؟ انا شخصيا مبادره. انا مضطر امشي دلوقتي، واللي اتفقنا عليه هيحصل. توصل لك الورقه. الباشا زعلان من ايه؟ وايه حكايه الورقه دي؟ مفيش. اوعى كل حاجه وحشه، احنا عالم غلط. سيبينا احنا، المهم انت يا استوفاء. انا مش ممكن هسيبكم. انا همشي دلوقتي يا عتريس، وهم هيعملوا الاجراءات عشان تخرجوا، وبعد ما تخرج نبقى نروح لامنا في السجن. حاضر. عتريس خلي بالك من نفسك. شوف الحلاوه ده زكي، شوف الحلاوه يا بنت نوره، بتقول لي خلي بالك من نفسك. الله، مش اختك يا عتريس. وبعدين تعالى هنا، ايه حكايه معرفش بنت نوره دي؟ انت اول هتتضرر مني عشان طلعت لك اخت ظابط؟ ببلعك لهم شويه بشويه. تبلعني يعني ايه؟ ما تبلعنيش يا نوره، والله ما تبلعنيش يا اخي. بتفرقوا ليه يا عم؟ بتفرقوا ليه؟ صوت البصل الواد وسل. اهلا يا عتريس بيه. طبعا. اهلا. عاوزين يخش البيه وكيل النيابه. اتفضل يا باشا، اتفضل الاول. اتفضل. مساء الخير. وفاء، انا جاي عشان حاضر يا يحيى.
طالعه احضر الشغل. انا مش جاي عشان الحاجات دي يا وفاء. اي حاجه هتؤمر بيها يا يحيى انا هنفذها لك. انا عارفه ان انا اتسببت لك في مشاكل كتير، ارجوك اتصرف من غير حرج. كل الشواهد كانت بتقول انك من اسره عظيمه، والدليل انت يا وفاء، مثال للانسان اللي على قيم وخلق. انا فكرت ولقيت ان الفارس الشجاع صاحب القيم والاخلاق ما يتخلاش عن موقعه في وقت الشده. وفاء، انا ما احبش اكون فارس جبان. يحيى انت يوم ما اتجوزتني كانت ظروفي مختلفه. انا دلوقتي مش مناسبه ليك، مش عايزاك تبقى مكسوف مني. انت ما يشرفكش ترتبط بواحده اهلها. يا وفاء انت قدري، والقدر ما بيتعاندش. انا اخترتك وانت مالكيش ذنب. انت سبق قلتي لي انك مخلوق عكس مبادئي. بالعكس يا وفاء، انت بالذات فيكي كل مبادئي. صدقيني. يحيى يحيى بلاش عياط بلاش عياط. تعبانه أوي تعبانه. كوثر هاني فين؟ راحت تبلغ عن نفسها في النيابه. حتى كوثر هاني فارس شجاع. بس امي هتتسجن يا يحيى. مفيش حل غير كده. اعمل ايه؟ لازم نقف جنبها. اعمل ايه؟ لازم نقف جنبها في محنتها. يلا بينا يا حبيبتي. يلا. طب مين يا ماما ايه اللي حصل؟ خير يا استاذ، خير يا كوثر هاني. للاسف مش هتعاقب على كل اللي عملته في حسنية. ايه اللي حصل يا استاذه؟ القضية بتاعت كوثر هاني أيوة. اللي خلت الست حسنية السجن أيوة. سقطت بالتقاضي. طب الحمد لله يا ماما. طب ممكن اعرف ايه اللي هيحصل في الست حسنية امي؟ هنعمل إجراءات إعادة المحاكمة لظهور أسباب جوهرية جديدة. أيوة. وهنرفع قضية رد اعتبار. انا تعبانه، ضميري مش مستريح. في حل تاني يا كوثر هاني. انا مستعده اعمل اي حاجه عشان اعوض حسنية على السنين اللي فاتت. انا رايي انك تخصصي كل ثروتك للاولاد اللي اتشردوا كديه شرعيه تهيئ لهم بيها حياه كريمه. ولازم ندور على الاولاد دول وباذن الله هنلاقيهم. وانا عليا التوجيه والنصح وتهيئ الجو مناسب ليهم عشان يبقوا بني ادمين كويسين. انا موافقه اديهم عمري، بس ربنا يسامحني وانتم تسامحوني. انا رايي ان احنا بالطريقه دي يبقى عملنا حاجه كويسه جدا للمجموعه دي، مش كده؟ يحيى انت بتقول كلام اللي ما كانش عاجبك. وفاء، انت اثبتي لي ان البيئه الطيبه بتخلق انسان عظيم. انا فخوره بيك قوي يا يحيى، ودلوقتي انا عايزه اشوف حسنية عشان اخليها تسامحني. انا رايي ان احنا كلنا نتلم في حته واحده، مش كده؟ ونعيش يا يحيى ونعوض امي كل اللي شافته. امك ايه يا عدل؟ مسامحاني من قلبك، مسامحاني. كفايه اللي عملتيه لبنتنا. عتريس عتروسه. صحتك كانت على السجن يا يا ولد علي اهو. خش علي خش علي. امال بنت اخواتك فين؟ هنلاقيهم ان شاء الله. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. ان شاء الله موضوع المستشفى الخاص زي ما اتفقنا هيخلص وكل واحد من ولادنا هيلاقي شغل. ربنا يخليك ليهم يا ابني. اتفضلي. الموقف متأثر. لا اتفضلي. لا معلش يا دكتوره بس. اتفضلوا معايا اتفضل. تعالى كمان يا دكتور والمرشد ورانا. تعالوا يا جماعه اتفضلوا. حطور انا اللي اجرت الحطور يابا. اركب علي اركب علي جنبك. جنب هنا علي. علي تعالى يابا اطلعي. اطلع حضر الظابط حضر الظابط وفانا الدكتور الباشا. اقعد انت جنب الستات وانا هقعد انا وعلي. يلا علي يلا علي بالصلاه على النبي. جاهزين يا اخوانا؟ يلا يلا.